اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده روقان اكشن واثاره وضربات جباره، وده هيكون الجزء الاول والثاني من كوبرا كاي. يا ريت تدعمنا باللايك والاشتراك علشان كل حلقه هتوصلك لحد عندك، وتلف لفه في القناه، وباذن الله فيديوهاتنا هتعجبك، وتفعل زر التنبيهات. ويلا بينا نبدا المعركه. يبدا المسلسل بدانيال واللي بيروح يتكلم مع مراته، بيقول لها اخيرا دمرت سمعه اي حد يعادينا ودلوقتي احنا في امان. مراته بتقول له طب لو ظهر الشخص اللي كلنا عارفينه يبقى كده الشر رجع من جديد. دانيال بيقول لها ده كريس ده عيل غبي، ولو فكر يجي هنا تاني هيلاقي جيش من الشرطه مستنيينه علشان يرجعوه للسجن تاني. وبيقول لها احنا كسبنا كل حاجه والمفروض نفرح بده. وبيقول لها كمان ان هو هيدخل اخر بطوله وبعدها هيسيب الكاراتيه تماما. لكن مراته بتقول له واضح كده ان الكاراتيه هيكون في حياتنا للابد. في نفس الوقت بنشوف جون ودياز وروبي، ودياز وروبي بيكونوا اخواته مش بينهم اي مشاكل تاني. وجون بيقول لهم عايزين نكسب بطوله سيكاي، وبيقول لهم كمان دلوقتي احنا هنروح المستودع علشان نكسر شويه طوب. فعلا بيوصلوا، ولما بيوصلوا دياز بيقول لجون مش ضروري يكون عندك مدرسه علشان تكون مدرب كاراتيه. جون بيرد عليه بيقول له فعلا كلامك صحيح. بعد كده بنشوف العجل ده واللي بيروح لاصحابه وبيقول لهم الله 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 دي الشله كلها متجمعه ولا ايه؟ صحابه بيتريقوا عليه وبيقولوا له الخاين جه اهو، وبيقول لهم في ايه بقى يا عم منك ليه؟ انا اعتذرت لكم مليون مره. المهم بيسامحوه وبيرجعوا صحاب من تاني. في الوقت ده دياز وروبي بيوصلوا للمكان، ودياز بيقول لروبي انا زعلان قوي على المعلم جون لانه كان بيحب المدرسه قوي. فروبي بيرد عليه وبيقول له احنا خلاص ما بقيناش مضطرين نتعامل مع كوبرا كاي تاني، ودلوقتي بقينا عائله كاراتيه متحدين مع بعض. دياز بيقول له فعلا. ساعتها دياز بيبص لتوري وسام وبيقول له مش كلنا، معظمنا بس اللي متحدين مع بعض. لكن روبي بيقول له احنا قعدنا كتير قوي عشان ننهي المشاكل بيننا ونجحنا في ده، وانت شايف دلوقتي بقينا حبايب وكمان اكتر من صحاب، وكمان انتهت الكراهيه بين سام وتوري، بس احنا نتمنى يرجعوا صحاب من جديد واحنا هنحاول اننا نعمل كده. بعد كده بنشوف دانيال واللي بيقول للمعلم تشون ما بتاخدش نص الطلبه للتدريب ليه؟ ساعتها جون بيوصل وبيكون ماسك شويه حديد في ايده. دانيال بيقول له ايه اللي انت جايبه معاك ده يا جون؟ جون بيقول له ده اللي بقى من مدرستي. المهم جون بيقول لهم انا هدرب الطلاب النهارده علشان اعلمهم درس جديد، وهو ان يعلمهم ازاي يشوي الفرخه في الطاسه، مش كده يا حماصه؟ ساعتها تشوزن بيقول له لا انا اللي عليا الدور وانا اللي هدربهم النهارده. فدانيال بيقول لجون تشوزن اخترع تمرين حلو علشان يشوف مستويات الطلاب الجديده، ورايي انك تديهم درسك بكره. في الوقت ده هوكو وديمي بيخشوا عليهم، لكن دانيال بيقول لهم احنا هنبدا التدريب بعد شويه. لكن بيقولوا له الحقيقه احنا مش جايين علشان كده، احنا جايين علشان نوريكم حاجه مهمه. بعدها هوكو وديمي بيجمعوا كل اصحابهم، وكمان دانيال وجون وتشوزن بيكونوا موجودين. الوقت كان صعب لكن بعد معاناه كلنا دلوقتي ايد واحده، واحنا عاملين مفاجاه وهو اختبار اصعب من اي اختبار واجهناه قبل كده. بطوله سيكاي هي اقوى بطوله في الفنون القتاليه، لان بيكون فيها مقاتلين من جميع انحاء العالم وكلهم بيكونوا بنفسوا على اللقب الافضل في العالم. ولما نكسب ان شاء الله حياتنا هتتغير بعدها، بس لازم ساعتها نحتاج لتركيز كبير، وكل معلم فيكم ليه خبره معينه يعلمها لنا علشان نكون اقوى واقوى. وعلشان كده قررنا نشيل عنكم حاجه بسيطه، وهو اننا نختار اسم جديد لمدرستنا. بعد ما فكرنا سنين وايام وصلنا لاسم هو مياغي فانج. صحابهم بيكونوا فرحانين، لكن الوحيد اللي مش بيكون فرحان هو دانيال، بيكون مش فرحان خالص. بعد كده بنشوف دانيال واللي بيقول لجون وتشوزن احنا مستحيل نستخدم الاسم ده لان اسم مياغي شخص عزيز على قلبي وكان كريم قوي، فصعب عليا ان انا افسد تاريخه لمصاص دماء في الكاراتيه. جون بيقول له ايه يا عم انت مكبر الموضوع ليه؟ ده مجرد اسم يعني، ما تقلقش احنا اكيد هنلاقي حاجه نعملها علشان مش نستخدم الاسم ده. وبيقول له ايه رايك في اسم يلا ملخصات؟ لكن دانيال بيقول له بس يا عم جون. لكن تشوزن بيقول لهم ما فيش غير اسم واحد والاسم ده هو مياغي دو. لكن جون بيرفض، وساعتها تشوزن بيقول له هنخش في قتال انا وانت واللي هيكسب هنختار الاسم اللي هو يختاره. لكن ساعتها دانيال بيقول لهم اهدوا يا جماعه مش كده. لكن تشوزن بيقول له لازم نخش قتال عشان نختار اسم واحد فينا، وهو ده الحل الوحيد ومفيش احسن من كده، ولو مش حصل كده انا هسيب المكان وامشي. ساعتها جون بيقول له هستناك يوم الاثنين ووريني نفسك يا تشوزن، وبيقول له هعمل منك شاورما. في الوقت ده بنشوف روبي ودياز وسام وتوري كمان. دياز وروبي بيحاولوا انهم يرطبوا الجو بين سام وتوري، لكن وهم في المكان روبي بيشوف كيني بالصدفه، فتوري بتقول له هو لسه مش عايز يكلمك، فبيقول لها ايوه بس انا هحاول تاني. في الوقت ده دانيال بيروح لجون وبيقول له امال اللي انت شايله ده يا معلم؟ فبيقول له ده علشان اضرب بيها في القتال. فدانيال بيقول له طب هجيب لك حاجه احسن مقابل ان انت تلغي القتال ده. لكن جون بيكون مستمر وبيقول له مستحيل. المهم دانيال بيحاول معاه وبيرفض في الاخر، وبيقول له لو كنت عايز مصلحته روح اتكلم معاه وخليه هو اللي يلغي. جون بيروح يركب عربيته وفجاه في رساله بتوصل له واللي بيكون مكتوب فيها قابلنا عند الشارع اللي وراك. جون بيبعت له رساله وبيقول له انت مين؟ لكن بيرد عليه ويقول له كوبرا كاي مش هتموت ابدا. ساعتها دياز بيكون لسه بيحاول مع سام وتوري لكن برضه مش في نتيجه. في الوقت ده روبي بيروح لكيني وبيحاول يهزر معاه لكن بيسيبه وبيمشي، مش بيسيبه وبيروح له مره ثانيه وبيقول له انا عارف ان انت واجهت صعوبات كتير وانا كنت السبب في ده لان خليتك تنضم لكوبرا كاي. بيكون هيمشي تاني لكن روبي بيقول له استنى بقى يا عم تعبت منك، انا عايزك تنضم معانا لاننا تاهلنا لبطوله سيكاي، والحل الوحيد علشان تنسى كل اللي فات هو انك تتدرب مع معلمين حلوين. في الوقت ده شون بيخش عليهم وبيقول له روبي لا هو مش محتاج ينضم لاي حد، مش كفايه لما قلت لك خلي بالك من اخويا سبته لوحده. روبي بيقول له انا غلطت بس دلوقتي بحاول اصلح غلطي. لكن شون بيقول له هتسيبه في حاله ولا نعمل مشاكل
مشاكل انا وانت، وبيسيبوه وبيمشوا. المهم صحابه بيوصلوا المكان وبيقولوا له انت تعرف الواد الاسمراني ده؟ وبيقول له هو اخوه وده اللي قابلته في السجن وهو اللي قال لي خلي بالك منه، وحصل اللي حصل بقى. بيقولوا له احنا معاك وهنساعدك. في الوقت ده دانيال بيروح لتشيزن وبيقول له ما تسيبك يا عم منه علشان انا حاسس انه هيعمل مشاكل بينا، لكن تشيزن بيقول له انا مش هستسلم ابدا. في الوقت ده جون بيوصل المكان علشان يقابل اللي بعت الرساله، وده بيطلع ستين. فجون بيقول له ايه العبط اللي انت بتعمله ده ياض؟ فبيقول له انا سمعت ان في مشكله بينك وبين تشيزن وانا جبتك هنا علشان اقول لك حل حلو، وهو انك ترجع كوبرا كاي من جديد. في نفس الوقت بنشوف كيني واخوه واللي برضه روبي بيروح لهم من جديد وبيقول له انا عايز دقيقه واحده بس علشان افهمكم كل حاجه، لكن شون بيقول له كيني ده ما يخصك، فهمت ولا فهمك؟ ساعتها شون بيزق روبي، لكن روبي بقى اعصاب بارده كده بيقول له انا مش هخش معاك في قتال لان اخر قتال بيني وبينك كان من زمان وانا مش عايز اخش في قتال تاني. ساعتها كيني بيقول لاخوه يلا نمشي من هنا، يكونوا غدارين وبيهجموا على روبي، لكن روبي بيتصدى لهم وبيكون مش عايز يضربهم. ساعتها جاز بيوصل وبيقول لهم احنا مش عايزين نخش في قتال، لكن كيني بيهجم عليه وجاز بيتصدى ضرباته، ولما بيشوف ان كيني بيكون عايز يضربه بيضربه ضربات بسيطه بس. ساعتها كيني بيكون عايز يمسك العصايه دي، لكن توري بتوصل وبتقول له ليه كده يا كيني، لكن كيني بيقول لها ابعدي عني انا مش عايز اضرب بنت، لكن سام بتخش وبتقول له مش هتعرف تعمل كده. روبي وجاز بيتصدوا لضربات تشين، اما سام وتوري بيحاولوا يقنعوا كيني. ساعتها كيني بيكون عايز يضربهم لكن بيرموه على الارض. اخوه بيقول له يلا نمشي من هنا يا عم، لكن كيني بيقول له انا مش همشي ومش هروح في مكان، لكن اخوه بيقول له لازم نمشي من هنا علشان الامن جاي. ساعتها سام بتكلم توري بتقول لها اتعلمت طريقه مياغي بسرعه اهو. فتوري بتقول لها انا دخلت معاك في قتالات كتير واتعلمت منك معظم المهارات. وجاز وروبي بيكونوا فرحانين جدا لانهم شايفين سام وتوري بيقربوا من بعض. بننتقل للمعلم جون واللي بيقول لستين انت جايب الاطفال دي منين؟ بيقول له انا عملت اعلان واخدت الصوره دي من على الفيس بتاعك. فجون بيقول له انا خلصت على كوبرا كاي وانت جاي دلوقتي تقول لي عايزين نرجعها من جديد. بيقول له لو رجعت تاني هتكون احسن بس تكون تحت رعايتك انت وهنطلع منها اجيال كتير. جون بيقول له بص ياض انت تعمل اللي انت عاوزه وانا ماليش دعوه، يا ناقصه هطل ولا ايه؟ لكن ستين بيتكلم بصوت عالي وبيقول له هو من امتى المعلم جون بقى جبان كده؟ ساعتها جون بيرجع له بيقول له انت بتقول يا ستين؟ ستين بيقول له انت مش كنت كده يا جون، انت علمتني القتال وكنت في الاول ما بحبش نفسي، لكن انت اللي خليتني احب شخصيتي، بقيت فخور بنفسي دلوقتي وفي ناس كتير نفسها تكون كده، وانا بقول لك دلوقتي نرجع كوبرا كاي ونعمل اجيال جديده وتكون كوبرا كاي تحت رعايتك انت، وانا معتبر ان كوبرا كاي هي ورثك الوحيد. في نفس الوقت بنشوف كيني واخوه كيني بيقول له انا ما كنتش اعرف انك مبدع في القتال للدرجه دي، وبيقول له كمان انت ما استفدتش حاجه يا كيني، كفايه النظره بتاعتك دي، النظره بتاعتك دي انا بسببها اتسجنت، ده هيكون مصيرك لو فضلت على كده، لازم تتعلم من اخطائي يا كيني. كيني بيقول له انا مش عارف انا مين ومش عارف انا بعمل ايه. بيقول له انا معاك يا اخويا وهحاول ارجعك احسن من الاول. الوقت ده سام بتروح لدانيال واماندا وبتقول لهم انا جبت لكم مفاجاه جديده، وهو ان اتكلمت مع توري وكسرت حاجز انا حرقته من زمان، وبتقول لهم خلاص بقى في بنتين اقوياء جاهزين للفوز بالبطوله وهم انا وتوري. بعدها دانيال بيروح لتشيزن، واول ما تشيزن بيشوفه بيقول له لو جاي علشان تقول نفس الكلام ريح نفسك احسن، لكن دانيال بيقول له انا غيرت رايي، بيقول له انا مراي نخلي جون هو اللي يكسب المره دي يا تشيزن. تشيزن بيقول له انت عايز نخسر يا دانيال؟ بيقول له انا ما قلتش كده، بيقول له مش ضروري القتال ولو تهتم بتعليم الكاراتيه ده هيكون احسن، وده اللي كان معلمك بيعمله، اللي انت عايز تكتب المدرسه باسمه كان بيهتم بتدريب الكاراتيه ومش بيهتم بالقتال. تشيزن بيقول له بس برضه يا دانيال الاسم اللي اختاره جون تخاف شويتين. دانيال بيقول له مش مهم، المهم اننا ندخل بطوله سيكاي قوه واحده ونقاتل مع بعض، اظن ان انت هتقبل بكده. تشيزن بيوافق، وساعتها جون بيوصل للمكان ويقول لدانيال يا دانيال جاي تحكم ولا ايه؟ عموما يا عم تشيزن انا مش هموتك، انا بس هضربك ضربات بسيطه علشان تندم ان انت هتدخل معايا في قتال. وفجاه جون بيقول لدانيال انا منسحب يا دانيال. دانيال بيقول له يا عم ما تقولش كده يا عم، هتفضل تهزر كل شويه. فجون بيقول له انا ما بهزرش، انا منسحب بجد، فكرت فيها كتير لكن وصلت ان اسم ميغل فانغ هي نسخه ثانيه من كوبرا كاي، كوبرا كاي هي الورث الوحيد ليا، وتشيزن خلى طلابنا اقوى بكتير، وانا عايز الكل يلتزم علشان نوصل مياغ دول النصر علشان تاريخنا يفضل مستمر. بيكونوا فرحانين وبكده اسم مدرستهم بقى اسمه مياغ دو. دانيال بيقول له والله انا فرحان يا جماعه علشان مش هيكون في قتال بينكم، لكن جون بيقول له مين قال كده؟ القتال هيفضل زي ما هو. بعدها بيستعدوا للقتال وتشيزن وجون بيكونوا فرحانين جدا. الوقت ده سام وتوري بيقربوا من بعض اكتر، وفي وسط ما الطلاب بيتدربوا فجاه كيني بيخش عليهم، فروبي بيشوفه وبيروح عليه وبيسلم عليه كمان، وكمان دياز بيروح وبيسلم عليه. القتال بيكون مستمر بين جون وتشيزن ولكن مش بيكون قتال عنيف، بيهزروا هما الاثنين مع دانيال. بعد كده المعلمين كلهم بيجمعوا الطلاب وبيقولوا لهم مياغ دو جاهزه لاي حاجه، هنواجه الصعاب كلها. في الوقت ده بنشوف كريس واللي بنشوفه بيتكلم وبيقول واللي بيقول عرفكم دايون ان كوبرا كاي لسه ما خلصتش ورجعت من جديد. بعد كده بنرجع للزمن شويه واللي بنشوف كريس وصاحبه واللي بيكونوا بيتصنتوا على المعلم كيم من بعيد. ساعتها البنت الصغيره دي بتكون مستخبيه من المعلم كيم. ساعتها المعلم بيشوفها وبيقول لها انا قلت لك 100 مره المكان ده للتمرين بس ما ينفعش تكوني هنا، وبيفضل يضربها بالعصايه اللي معاه دي، بيفضل يضربها لحد ما كريس بيروح له بيقول له كفايه، وبيقول له لازم تدربها وما ينفعش تعاقبها علشان عايزه تتدرب. المعلم كيم بيقول له انت مالك، ما تيجي انت تاخد مكاني، وبيقول له ارجع لامريكا احسن لك، ولما ترجع مره ثانيه ترجع وانت معلم كاراتيه. انما كريس بيقول له لما اكون معلم ساعتها مش هرحم اي حد. ساعتها المعلم كيم بيقول له انا هعلمك درس عمرك ما تنساه، وفجاه بيضربه وبيوقعه على الارض، ولما بيقع على الارض بيقول
بيقول له البنت دي لازم تتعلم. بيكمل ضرب فيه والمعلم بيقول له دي تكون حفيدتي. بيكون هيضربه تاني لكن البنت بتيجي على اخر لحظه وتضرب المعلم كيم اللي بيكون جدها. بيمسكها وبيخنقها كده وبيقول لها عايزه تهاجمي جدك. بيقول لها انت خايفه؟ بتقول له لا. بيقول لها ماشي كده تكون انت جاهزه وهتبتدي التدريب من بكره. ساعتها كريس بيكون فرحان ودي بقى بتكون دايون هي نفسها البنت الصغيره اللي احنا حكينا قصتها من شويه. بيروح لها ومن هنا بتبدا رجوع كوبرا كاي. في الوقت ده بننتقل لدياز وعيلته والمعلم جون بيكون موجود. دياز بيعمل بحث علشان يخش الكليه واهله بيكونوا فرحانين بالمقال اللي كتبه. ودياز بيقول له روبي مش عايز تخش الكليه معايا؟ لكن روبي بيقول له لا يا عم مش عايز اخش اي كليه. لكن جون بيقول له لا يا روبي لازم انتوا الاثنين يكون مستقبلكم واحد وده برضه هيساعدنا علشان نكسب بطوله سيكاي. وفي وسط ما هم قاعدين الماسوره دي بتنفجر عليهم وبتنزل ميه كتير. بعد كده بنشوف مرات جون بتقول له احنا 5 افراد والسادس جاي في السكه، لازم نعيش في بيت امن علشان نقدر نعيش كده مش هينفع. لكن جون بيقول لها ما تقلقيش هنظبط كل حاجه لما نكسب البطوله باذن الله علشان دلوقتي مفيش اي فلوس. فبتقول له البطوله لسه عليها شهرين. ساعتها دياز بيكون سامحهم وكمان بتقول له دياز عايز يخش الجامعه هتجيب كل ده منين؟ بيقول لها ما تقلقيش وربنا هيفكها علينا. بعد كده بنرجع لكريس ودايون واللي بيقول لها يا ده انا فاكر ذكريات كتيره ورغم ان جدك كان تدريبه يعتبر تعذيب بس بحبه. وبتقول له اليوم اللي انت سبتني فيه انا بدات فيه تدريب. بيقول لها معلش بقى ما قدرتش اقف جنبك في بطوله الوادي. بتقول له لا عادي. فبيقول لها انت اهلت كوبرا كاي للمشاركه في بطوله سكاي؟ بتقول له انا كنت موافقه بس القرار ما كانش ليا. وبتاخده وبتوديه للمعلم كيم. بيتكلم مع المعلم كيم وبيقول له انا فرحان اني شفتك من جديد. بيقول له دلوقتي جه دور اننا ننشر تعليمك الكاراتيه للعالم كله وده طبعا بموافقتك انت وطبعا لما توافق هاخد حفيدتك لمكان تستحقه وهو المشاركه في بطوله سكاي وده هيكون تحت اسم كوبرا كاي. لكن المعلم كيم بيرد عليه بكلمه واحده وهي نو. كريس بيحاول يوضح له وبيقول له انت مش فاهم لكن المعلم كيم بيضربه في منطقه حساسه وبيقول له لا انا فاهم كل حاجه. بيقول له حفيدتي راحت لامريكا ورجعت تاني بس المره اللي راحتها فشلت. ساعتها دايون بتحاول تفهمه وبتقول له سيرفر هو السبب لكن المعلم كيم بيقول لها بلاش اعذار وانت اصلا ما ينفعش تكوني معلمه كاراتيه ولازم انا اكون عايش علشان اوجهك للصح. صلى على النبي كده يا حاج لازم تكون عايش ايه ده الاعمار بيد الله. ساعتها كريس بيقول له النجاح بين ايدينا ولو مش وافقت مش هنلاقي فرصه تانيه. المعلم بيقول لهم انتوا اغبياء كل همكم ان انتوا تاخدوا الجايزه وما فكرتوش من الاعداء اللي هيقفوا قدامكم. لكن بكل ثقه كريس بيقول له مفيش حد هيقدر يقف قدامنا. المعلم بيضحك عليه وبيقول له عمرك ما هتكون معلم كاراتيه بطريقتك دي يا كريس. لكن كريس بيقول له مش قالت لك ان في طالب من عندي خلص على 5 من عندك ولا ايه؟ لحد ما المعلم كيم بيقول له انا هديك فرصه واحده بس ودي من خلالها هتقدر تثبت نفسك ولا لا. ساعتها بقى جون بيكون عند دانيال وبيفضل يدور على بيت علشان يقعد فيه بالايجار. اما دياز وبقيت صحابه بيكونوا راحوا الكليه. ساعتها المعلم كيم بيقول لكريس زمان الارض دي كانت محتله من اليابان ناس منهم حاولوا يسجنوني لكن هربت منهم واستخبيت في كهف لكن فضلوا ورايا لحد ما لقوني. دخلت معاهم في قتال وخلصت عليهم بخنجر والخنجر ده بتاعي وكان عزيز عليا قوي. قتلت عدد منهم قبل ما الخنجر بتاعي يضيع وعلشان انت تقدر تثبت نفسك رجع لي الخنجر ده بس خلي بالك الخنجر ده هتلاقيه في كهف ضلمه. فعلا كريس بيروح وبيلاقيه لكن بيكون موجود جنبه حيه. بيحاول ياخد الخنجر لكن الحيه بتعضه وساعتها بيفقد الوعي. وساعتها جون بيكون زعلان جدا لانه مش لاقي بيت لكن تشيزن بيقول له خليك ماشي على طريقه مياه غدو وهو انك مش تيأس وتحاول كتير. فعلا جون بيروح يدور على بيت تاني وصاحب البيت بيطلع عارفه بيقول له انا كنت متابع بطوله الوادي وشفتك كمان وبيقبل انه يأجر له البيت. في نفس الوقت بنشوف كريس واللي بيفوق من جديد واللي بيكون حاسس بألم شديد وبيفضل يجيله تهيؤات وكمان بيتهيأ ان دخل قتال مع جون وكمان بيتهيأ له انه خلص عليه. اما دياز بيكون فرحان بدخوله للكليه وبيكون بيتكلم مع صاحبه ده لكن فجاه الراجل الرخم ده بيجي على صاحبه وبيرخم عليه وبيقول له امسح الارض دي. لكن صاحب دياز بيقول له المكنسه مش موجوده لكن بكل برود بيقول له نام على الارض وخليك انت مكنسه. دياز بيتكلم لكن الواد بيقول له انت مالك انت. بيفضل يهين في صاحب دياز وكل الطلبه بتضحك عليه. الواد بيقول له هتترفد من الكليه وده هيكون بسببي. لكن صاحب دياز بيقول له انت الخسران وبياخد كوبايه الميه دي بيكبها عليه وبيكون عايز يضربه لكن بيصدها وبيقول له يا معفن ما تعرفش ان انا خبير في الكاراتيه وبيرميه على الارض. اما دياز وهوك بيفضلوا يضربوا في صحاب الواد ده وبيعلموا عليهم وكمان ديني بينزل يطحن فيهم ودياز بيكون مسيطر تماما لحد ما الواد ده بيكون عايز يغدره لكن صاحبه بيلحقه وبيكسر الازازه على دماغه. بيكون الاربعه مسيطرين على المكان وصاحبهم بروكسي كمان بيكون مسيطر معاهم. اما جون بيروح لدانيال وبيقول له اخوك مزنوق في قرشين. دانيال بيوافق وبيقول له اتفقنا يا جون. فجون بيقول له هروح للسكرتير عشان اخد شيك لكن دانيال بيقول له مفيش فلوس دلوقتي وحتى العمال اللي انت شايفهم دول ما بياخدوش اجر اليومين دول وانت كمان ما تدفعش الايجار الا لما نكسب البطوله. لكن بيقول له مش هينفع ولازم اوفر لعيلتي كل المتطلبات والبطوله لسه عليها كتير. وبيقول لدانيال تنصحني اعمل ايه؟ فدانيال بيقول له سيب شغلك الحر ده وروح شوف لك شغل تاني. في الوقت ده كريس بيحاول ياخد الخنجر لكن الافعى بتكون لسه موجوده وبيقول لها المره دي مش هخسر لاني حاطط عيني على الجائزه الكبيره. بعدها بنشوف جوني واللي بيروح لدانيال من جديد وبيقول له انا قررت اشتغل معاك. فدانيال بيصدم وبيقول له ثانيه واحده. ساعتها دانيال بيروح لمراته اماندا وبيحكي لها على كل حاجه فبتقول له شغله معاك وخليه يشتغل نفس الشغلانه اللي روبي ابنه كان شغالها وهو بيتكلم معاها
بيجي لهم جرس ان في حد باع عربيه، بيروح فورا يشوف مين اللي باع العربيه، فبيلاقي جون هو اللي باعها، واللي اشترت العربيه بتقول له بصراحه الراجل ده انا ارتحت له كتير وعلشان كده انا اشتريت العربيه، وفي ناس كتير بيحاولوا يقنعوني ان انا اشتري لكن الراجل ده اقنعني بجد. ساعتها دانيال بيفرح وبيوافق ان يشغله معاه. بعد كده بننتقل للمعلم كيم وداين بتقول له انت خليت كريس يروح علشان يموت، لكن المعلم كيم بيقول لها انا خليته يروح علشان يواجه الموت. وفجاه كريس بيجي عليهم وبيكون معاه الخنجر. المعلم كيم بيقول له الجايزه، لكن كريس بيقول له الامر مش بيتعلق بالجايزه، الامر بيتعلق بتدمير اللي هيعارضني ان انا اخد الجايزه، وبيرمي راس الافعى قدامه. ساعتها المعلم كيم بيقول له احنا كده بقينا جاهزين واللي هيقف في طريقنا هيبقى مصيره زي الافعى دي. بعد كده بننتقل لدانيال واللي ساعتها كلهم بيكونوا متجمعين عنده وبيكونوا عاملين حفله بمناسبه المولود الجديد اللي اصلا لسه ما جاش. بنشوف توري وسام واللي خلاص بقوا اصحاب وبيساعدوا بعض في كل حاجه، وكالعاده روبي وجاز بيكونوا فرحانين. بعد كده بنشوف تشوزن واللي بيقول لاماندا انا اكلت وجبه خفيفه كده في نص الليل، فبتقول له ده انت اكلت صينيه الحلو كله، خلاص يا عم خد دول وعينهم وما تشربهمش علشان الحفله. بعد كده بنشوف جون ودانيال وتشوزن بيقول لجون انت نفسك في ايه يا معلم؟ بيقول له كده في الحالتين انا بعرف اتعامل. وهم واقفين الباب بيخبط، فدانيال بيروح يفتح مش بيلاقي اي حد، لكن بيلاقي الصندوق ده. بيقول لي جون تفتكر ايه اللي جوه الصندوق؟ بيفضل يخوفه ويقول له ممكن يكون كريس، فبيقول له يا عم بلاش عبط. بيكون كلهم متجمعين ومره واحده في صوت فرقعه بيحصل، فجون بيخش عليهم وبيكون فرحان علشان المولود الجديد. فاماندا بتقول له دانيال فين؟ ساعتها دانيال بيخش وكلهم بيموتوا من الضحك عليه. في نفس الوقت بننتقل لكريس وداين بتقول له قدرات طلابي بتتفوق تماما عن طلاب كوبرا كاي، بندربهم تدريبات تقيله قوي، وانت بنفسك بتشوف المعلم كيم كان بيعمل ايه، بيشوف العيال بتعمل حركات فبيقول لها الحركه دي اسمها ايه، فبتقول له هونجا كونجا. يكون باين على طلابها انهم اقوياء لدرجه كبيره، وبتقول له الواد ده هو افضل طالب موجود هنا. بيعملوا عرض لكريس والواد بيكون عنتيل، لكن بعد ما بيعملوا بيقول لاصحابه الحركه دي بتتعمل كده. فداين بتقول له انت طالب زيك زيهم مش تكلمهم بالطريقه دي. بيقول لها احنا بنضيع وقت بس، لكن بتقول له عقابا ليك هتعمل مهمه لوحدك. فبيقول لها انا قادر على اي مهمه وبطولي. بتقول له ما انا عارفه، وبتقول له مهمتك هو انك تروح تغسل الحمام. بعدها بنشوف جون واللي بيشوف سام وتوري بيتدربوا، فبيقرر يخليهم هما الاثنين يخشوا في قتال. ساعتها ما بيكونوش عايزين يأذوا بعض لان علاقتهم اتحسنت كتير. اما البنت دي بتسال جاز وروبي وبتقول لهم انت عملتوا فيهم ايه؟ ده انتوا خليتوهم احسن بكتير. بيرد عليها وبيقول احنا ما عملناش اي حاجه. في الوقت ده هوك بيسال صحابه وكيني كمان، بيقول لهم انا هموت واعرف البطوله دي هتكون في اي بلد. فكيني بيقول له انا اتمنى تكون في المانيا، اما صاحبهم التاني بيقول لهم انا نفسي تكون في تايوان. بعد كده بنشوف دانيال واللي بيكون ماسك صوره مياغي وبيتكلم وبيقول يا ريتك كنت موجود دلوقتي لان باسمك وباسم مدرستك بقينا عندنا صبايا كتير بيتدربوا. تشوزن بيقول له تعالى يا عم شيل قصادي، فبيروح علشان يشيل قصاده فبيشوف الخزنه دي. تشوزن بيقول له ايه ده يا معلم؟ فدانيال بيقول اكيد دي ملك مياغي لان هو اللي بنى المكان ده. بيفتحوه وبيلاقي فيه صندوق. في الوقت ده بنشوف داين واللي بتقول له طلابها انا عارفه ان انتم عندكم فضول تعرفوا مين الزائر الجديد. بتقول لهم ده المعلم كريس من اقوى المعلمين اللي اتدربوا في المدرسه، وجاي هنا علشان يختبر قوتكم ضد افضل المقاتلين في العالم، لازم تحترموه وتسمعوا كلامه، مفهوم؟ فالكل بيرد عليها وبيقول لها مفهوم. كريس بيكلمهم وبيقول لهم من فتره كان عندي طالب ودرب علشان يكون افضل طالب في العالم، كسب اي خصم قدامه وكان مؤهل انه ياخد البطوله، لكن في يوم من الايام كل حاجه اتغيرت وخسر قدام واحد صغير في الحجم. تعرفوا ليه خسر؟ لانه خصمه كان عنده عزيمه قويه. علشان كده ازاي نخصم اي خصم عنده عزيمه قويه؟ واحد بيقول له نتدرب كتير فبيقول له لا، التاني بيقول له نهجم كتير برضه بيقول له لا، انما التالت بيقول له لازم نكون عندنا عزيمه اكتر، لكن الطالب ده بيقول نديله ضربه في قلبه ونخلص عليه. كريس بيقول له صحيح وبيقول له استناني علشان اوريك حاجه مهمه. في الوقت ده بنشوف سام وتوري واللي بيكونوا رايحين لصاحبتهم وبيكون جوني موجود وبيقول لهم اهلا بيكم في احتفالكم مع صاحبتكم، لكن البنت دي بتقول له انا مش عارفه الطريقه دي هتستعيد قتالهم تاني ولا لا، ولكن جون بيقول لها هم محتاجين يخشوا في صراع هم الاثنين علشان يرجعوا يقاتلوا بعض من جديد. في الوقت ده دانيال بيفتح الصندوق، مراته بتلاقي دراع الملاكمه ده وتشوزن بيلاقي العمله الصينيه ده وبيلاقوا حاجات كتيره جدا وذكريات للمعلم مياغي. فمراته بتقرا الرساله دي واللي بيكون مكتوب فيها يوم 3 مايو سنه 1947 بتبحث الشرطه عن واحد ارتكب جريمه كبيره. انتقل جيم تايكنز من الوادي للمستشفى بعد تعرضه لضرب كبير وسرقه اغلى حاجه عنده، والشخص اللي هاجمه اسمه كويوسي مياغي. تشوزن بيقول له هو مياغي كان ليه اخ ولا ايه؟ ساعتها دانيال بيمسك الباسبور ده وبيلاقي فيه صوره مياغي بس اسمه بيكون متغير واتولد في عام 1924 مش 1918 زي ما مكتوب في الباسبور، وبيقول لهم هو اتولد عام 1924 مش 1918 زي ما مكتوب في الباسبور. مراته بتقول له بيحصل عادي لان في ناس كتيره جدا مش بتحب تصرح عن عمرها، بيكون مكتوب عنوان، فمراته بتقول له تعالى نروح للعنوان ده ونبحث ونشوف الحقيقه. في الوقت ده كريس بيبدا في تدريب الطلاب وبيمرنهم تدريبات عنيفه. داين بتقول لكريس مش حرام تضيع تدريب يوم كامل علشان تعاقب كوان. كريس بيقول لها دي مش معاقبه ده درس. في الوقت ده الطالب بيسمعهم فبيروح يقول لكوان احنا زهقنا من عدم احترامك للناس، فبيقول له احنا هنا علشان نتدرب، فبيقول له انا هعلمك تسكت ازاي. فالواد بيتضايق وبيروح موقعه على الارض. ساعتها كريس بيقول لهم كفايه كده النهارده وتعالوا بكره علشان نكمل. ساعتها كوان بيتعصب جدا. داين بتقول لكريس انت قلت لي انك هتعلم الطلبه القتال مش تشغلهم
وبيشغلهم يشيلوا طول النهار. بيقول لها من خلال القلم بيكشف البطل عن نفسه. في الوقت ده جون بيحاول يدخل سام وتوري في صراع لكن للاسف بدون نتيجه. ساعتها بيلسع توري في ودنها فبتقوم عشان تشوف مين اللي عمل كده، فبيكونوا صحابها الاثنين نايمين برضه ما بيكونش في نتيجه. ساعتها جون مش بيلاقي غير حل واحد وهو ان ياكل الخياره دي. بيحاول كتير لكن من غير نتيجه. في الوقت ده دانيال واماندا وتشيزون بيروح للمكان لكن بيلاقوه صاله تدريب. فدانيال بيسال هو مين صاحب المكان ده، لكن في واحد بيرد عليه وبيقول له امشي من هنا، لكن تشيزون بيقول له انا هتصرف بطريقتي. في الوقت ده دانيال بيسال تاني وبيقول لهم تعرفوا الشخص اللي في الصوره ده؟ ساعتها الواد ده اول ما بيشوف الصوره بيطلع يجري من المكان. بيجروا وراه لحد ما تشيزون بيمسكه. الواد بيكون عايز يضربه لكن تشيزون بيتصدى ليه. الواد بيكون مفكرهم ان هم من الشرطه لكن بيقولوا له احنا مش شرطه ولا حاجه، احنا جايين بس نسال على شويه تفاصيل. بيمسك الباسبور واول ما بيشوف الصوره بيقول مياغي. في نفس الوقت كل محاولات جون بتفشل وسام وتوري بيكونوا اصحاب اكتر من الاول. فسام بتقول لتوري ايه رايك في الكلب ده؟ فبتقول لها حلو. فجاه روبي بيرن عليها وتوري بتقول لها هو روبي بيرن عليك ليه؟ ساعتها جون هو اللي بيكون سارق تليفون روبي وهو اللي بيرن عليه. في الوقت ده سام بتقول لها ممكن يكون رن بالغلط، لكن بيكتشفوا من جديد وبيعرفوا ان اللي ورا الحكايه دي هو جون. بيفشل من جديد. وفي الوقت ده كريس بيكون قاعد مع كوان بيجي عليه وبيقول له انت ليه عايز توقع بينه وبين صحابي؟ بيقول له علشان انت مغرور ومش بتحب حد، وبيقول له كمان مش تسيب حقك وغضبك ده طلعه عليه. ساعتها بيروح له وصاحبه بيكون مش فاهم حاجه لكن بيدخلوا في قتال وبكل وحشيه. كوان بيضرب صاحبه بكل غشوميه. صحابه الاتنين بيخشوا معاه في قتال لكن بيتفوق عليهم وبيكون الواد عنيد بيكون بيسيطر عليهم ومش بيسكت لا وبيكمل عليهم كمان. لكن صاحبه بيقوم من جديد وبيديله بالرجل لكن مش بيتاثر باي حاجه. صاحبه بيكون مش قادر عليه وبكل حقد وغل الواد بيضربه ضرب كتير لحد ما الواد بيغمى عليه. دايم بتكون شايفه كل حاجه بس مش بترضى تتكلم وبتبص نظرات غريبه لكريس. في نفس الوقت دانيال وتشيزن بيتكلموا مع الراجل وبيستفسروا منه. فبيقول لهم مياغي ده كان صديق مقرب لجدي. الواد بيقول لهم سمعت ان في عمليه اجراميه ودي نفسها اللي كانت مكتوبه في الرساله ومش بيكون عارف حاجه تانية وبيسيبهم وبيمشي. دانيال بيكون في متاهه ومش فاهم اي حاجه. اما سام وتوري الوضع بيتحسن معاهم وبيكونوا صحاب قوي وجون ساعتها بيكون هينفجر. في نفس الوقت بنشوف كريس واللي بيقول لطلابه في طريقه واحده بس علشان تقدر تكسب خصمك لو عنده عزيمه واصرار، لازم تجمع كل الكراهيه جواك وتطلعها عليه. وبيقول لكوان جهز صحابك. في الوقت ده دايم بتقول له عجبتني لانك قدرت تسيطر على كوان لان بكده مفيش اي مدرسه هتقدر تفوز علينا. في الوقت ده سام وتوري بيخشوا في قتال مع بعض واخيرا هما الاثنين بيكونوا مستعدين بيخشوا في قتال وهما الاثنين بيكونوا متعادلين في نفس القوه. اما دانيال بيكلم نفسه قدام صوره مياغي وبيقول انا واثق ان القصه دي بتخفي حاجه كبيره وبيقول له مش كنت عرفتني بالحقيقه. في الوقت ده اعلان بطوله سكاي بينزل الكل بيتجمع وبيسمعوا الاعلان ومن خلال الاعلان ده بيكونوا اتقبلوا في البطوله والبطوله هتكون في اسبانيا. كلهم بيفرحوا لكن بيكملوا الاعلان وبيعرفوا كمان ان هيكون في اختبار الاول ومن بعدها اللي هيقدر يشارك هم 6 مقاتلين من كل مدرسه. الكل بيتصدم لان 6 منهم بس هم اللي هيقدروا يخشوا البطوله. روبي بيقول ده معناه ايه؟ فدياز بيرد عليه بيقول له ده معناه ان في 6 من المدرسه دي هم اللي هيروحوا البطوله مش كلنا لا. بعد كده المعلم جون بيقول لهم بطوله سيكاي خلاص وقت قريب وهتبتدي واحنا المسؤولين عن اختيار اقوى 6 مقاتلين ومفيش قرارات سهله. احنا عارفين ان انتوا كلكم عايزين تشاركوا وفي منكم مفكرين ان احنا هنكسب بسهوله ومفيش حد هيقدر يوقفه، لكن مفيش حد عارف حاجه. احنا هنكون ضمن اقوى المقاتلين في العالم. المنافسه مش هتكون سهله. كل شيء وارد يحصل وكل واحد منكم له فرصه واحده. علشان كده هنحدد من خلال تقييمنا ليكم لازم تبذلوا جهد كبير رغم اننا بننافس بعض ولكن احنا مدرسه كاراتيه واحده ودلوقتي جه دور اننا نختار الافضل. الطلاب كلهم بيعملوا حركات علشان كل واحد فيهم نفسه يشارك في البطوله. بعد كده بنشوف دياز واللي بيكون مع اصحابه بيقول لهم تفتكروا يكون في احتمال اننا مش نتاهل مع ال6 اللي هيدخلوا البطوله؟ فسام بتقول له يا لو كان في بطوله متواضعه علشان كله يشارك فيها. ساعتها روبي بيقول لهم احنا عندنا 2 فازوا ببطوله الوادي وكمان 2 اخدوا المركز الثاني. اما من جهه ثانيه ديمي بيقول له هوك انا عندي احساس ان انت هتكون ضمن ال6 يا هوك لان انت موهوب بجد. وبيقول له لو انت من ضمن ال6 فانا هدعمك من كل قلبي بس حاسس برضو ان كده ممكن يكون مكانك لان كسبك في القتال الفردي في بطوله الوادي. بيقول له هو قوي ايوه وانت كمان قوي علشان كده مش عايزين نستسلم ونطلع اقصى حاجه عندنا. كلهم بيكلموا في بعض ونفسهم يروحوا البطوله. في الوقت ده بننتقل لجون ودانيال بيقول له دلوقتي لازم نتكلم لكن جون بيقول له انا عايزك تزود راتبي لكن بيقول له يا عم انا عايز اتكلم عن بطوله سكاي. بيقول له لازم نختار 6 من الطلاب. فجون بيقول له سام وروبي ودياز وهوك. بيقول له انا شايف دول ممتازين جدا والخامس ديمتري بيقول له علشان دراعه طويل وبيسبق توري في المهارات. المعلم دانيال بيقول له توري مهاراتها حلوه بس هي ناقصها تتعلم مهارات مياغي علشان تكون افضل. بيقول له البنت دي على طول زعلانه. فبيقول له استنى وكمان انت كاتب انتوني انت عايز بطوله سكاي تكون لعيلتك ولا ايه؟ فبيقول له خلاص يا عم انت عايز نختار المقاتل السادس مين؟ فبيقول له ليه صاحبه سام وتوري؟ بيقول له علشان كانت تلميذه لمياغي فانغ. بيقول له من الواضح كده اننا هنحتار كتير لازم نلاقي طريقه علشان الامر يكون مش معقد. وبيقول له كمان قبل ما تتكلم وتقول حاجه انا مش هخش قتال انا وانت احنا هنحاول نشوف حل مبسط.
بيقول له كمان لازم نلاقي حل علشان مش نظلم حد. ودانيال بيقول له عندي فكره. بعد كده بنشوف دانيال واللي بيجمع الطلاب وبيقول لهم رحبوا بالمعلم بارون. الطلاب كلهم بيكلموا في بعض وبيقولوا الراجل ده كان في قتال في بيت سيلفر، لكن المعلم بارون بصوت عالي بيقول لهم اسكتوا. دانيال بيقول لهم احنا جبنا المعلم بارون علشان يختار منكم افضل 6 مقاتلين. بارون بيقول لهم خلال السنين اللي فاتت انا اللي اخدت لقب المرعب، مش اتمنيت حاجه غير ان انا اشارك في بطوله سكاي، لكن للاسف ضيعت فرصتي، وانا هنا علشان مش هضيع فرصتكم. كل اللي انا اعرفهم وشاركوا في البطوله لهم تاريخ مرعب. البطوله دي متعبه ومش متوقعه، مات فيها ناس كتير، مين فيكم مستعد؟ ساعتها ديمي بيتكلم ويقول مستعدين للبطوله ولا الموت؟ لكن المعلم بارون مش بيهزر، انا هعمل فيكم اللي بطوله سكاي هتعملوا فيكم، هفاجئكم بالمسابقات، هخليكم تطلعوا اقصى حاجه لردود فعلكم، ولو حد منكم راح يعيط للمعلمين مش هنختاره من ضمن السته. دانيال بيقول لهم يلا علشان نختار. ساعتها بارون بيرد عليه وبيقول له انت جبتني هنا علشان تتتبعوا كل افكاري وانا هتعامل بطريقتي ولا انسحب وامشي؟ وبيقول للطلبه اطلعوا يلا لمكان القتال. دانيال بيروح له وبيقول له استنى قبل ما تبدا، لكن بارون مش بيديله فرصه وبيتكلم وبيقول له الوضع متغير عن اخر مره زرته، وبيفتكر لما دخل قتال مع دانيال وبيقول له انا فرحان اني زرت المكان ده من جديد. بعد كده بيقول للطلاب علشان نقدر نخلص الجوله الاولى لازم تتميزوا بالسرعه، وبيدربهم على الفرخه دي، وبيقول لهم كمان القوه والتحمل والضرب الجماعي. بيدربهم تدريب من نار، وتدريب الفرخه اللي بيكسب فيه هو كيني، بيفضل يدرب فيهم كتير علشان يطلع الافضل منهم. بعد ما بيخلصوا بيقول لهم هختار 12 دلوقتي، واول واحد هو هوك، وبعد كده روبي ودياز وسام وتوري، وكمان عضلات. بيكونوا مش عارفين مين عضلات ده لكن بيشاور عليه، لكن الواد عضلات ده بيقول انا مش مصدق نفسي. وكمان بيختار كيني ونيت وكريس وديمي ولي، والاسم الاخير هو انس. بيقول لسام وتوري انتوا الاثنين جامدين استمروا. اما دانيال بيقول لانس انت 100 لكن بيقول له مستحيل اعدي من الجوله الثانيه. فبيقول له انت فزت ببطوله الوادي فخليك واثق في نفسك وطلع اقصى جهد. في الوقت ده جون بيروح للي وبيقول لها انت زعلانه ليه؟ ده انت مؤهله للمشاركه في البطوله. فبتقول له انا كسبت في تحدي التحمل والمعلم بارون ما قاليش عاش، حتى مش رايح يقول لي كين اللي ماسك الفرخه عاش، ده غير انه بيقول لسام وتوري عاش. طب وانا ايه؟ بتقول له انا مش هكسب في الجوله الثانيه. فبيقول لها نفس الكلام، طلعي اقصى جهدك وخلي عندك عزيمه واصرار. بتقول له ان شاء الله ومش هخيب املك باذن الله. بيفضلوا يتدربوا بالليل لحد ما عضلات بيكون جعان فبيروح ياكل، اما ليه بتفضل تفتكر كلامه وبتتدرب بعزيمه واصرار. بيجي اليوم الثاني وكلهم بيكونوا مستعدين. المعلم بارون بيقول لهم تحدي النهارده هو معركه كبيره، القواعد سهله، كل واحد يحمي رايته واللي هيخسر رايته هيطلع من البطوله، واللي هيجيب عدد اكبر هيسافر للبطوله. جاهزين؟ ويكونوا جاهزين وبيبداوا. اول واحد غلبان هو عضلات، انس بياخد الرايه بتاعته وبكده لسه معاه 3، اما سام بتاخد رايه من لي، وروبي بياخد رايه من كريس. روبي بيروح لدياز وبيكون هياخد منه رايه لكن هوك بيجي، ساعتها روبي ودياز بياخدوا رايتين منه، اما لي بتاخد رايه من ديمي وبتاخد الثانيه من هوك، وفجاه توري بتاخد شاره من لي. وفي الوقت ده انس بياخد كل الرايات من الواد ده، وديمي بيهجم على عضلات وبياخد رايه منه. بيجي القتال المثير بين كيني وانس، بيقدر انس انه ياخد اشاره، ساعتها كيني بيغضب وبيضربه ضربه قويه وبيوقعه على الارض وبيرجع الاشاره مره ثانيه. في الوقت ده دانيال بيجري على انس، ساعتها المعلم بارون بيقول له عاش عليك يا كيني وانت يا انس خارج البطوله. فدانيال بيقول له اغزى على دمك يا جدع. الواد بينزف، بيقول له البطوله هيكون فيها امر من كده. الكل بيتجمع وبيقول لهم وروني الرايات. بيقول لهم كده عرفنا اول 4 وهم توري وروبي وسام ودياز، انتوا كده تاهلتوا خلاص، اما ال4 التانيين متعادلين. هرجع بالليل واشوف مين منهم المتاهلين وهعلن عنهم بكره. في الوقت ده انس بيتكلم مع ابوه وبيقول له كدبت عليا ليه؟ قلت لي ان هكسب وخليت كله يضحك عليا. بيقول له الكلام ده غلط، وبيقول له لو عملت ايه وانا لو عملت ايه مش هفوز. فدانيال بيقول له سواء كسبت او خسرت فمفيش اهميه، لان في الاخر احنا كلنا مدرسه واحده، وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده بنشوف جون واللي بيروح لبارون وبيقول له عامل ايه يا عمهم؟ بيقول له عامل بتنجان، هجيب لك معايا؟ اكيد انت جاي هنا علشان تشوف ليه. وبيقول له انت ليه مهتم بالبيت دي؟ وبيقول له عموما هي مش اتاهلت. ساعتها جون بيقول له يعني ايه؟ بيقول له هي دي النتيجه وما ينفعش نعدلها علشان نطلع 6 اقوياء يكونوا قد المسؤوليه. جون بيفضل يستفز فيه وبيقول له انت مش مدرب كاراتيه، انت مقاتل مأجور. فبارون بيقول له مش احسن ما اكون ضعيف؟ ساعتها بيغضبوا وهما الاثنين بيخشوا في قتال. في البدايه جون بيكون مسيطر عليه لكن بيرجع من جديد وبيحاول يضرب جون، لكن جون بيتصدى ضرباته لحد ما بارون بيضربه ضربه قويه. ساعتها بيضربه ضربه قويه بيفش غله فيه، هما الاثنين بيكونوا في نفس القوه. ولما بارون بيكون مسيطر بيقول له مش قلت لك انك ضعيف؟ ساعتها جون بيقوم عليه وعينك ما تشوف الا الغضب، بيضربه يمين وشمال وبيرميه على الترابيزه دي وبيكسرها بيه. بيكون هيضربه تاني لكن بارون بيقول له خلاص يا عم انت الكسبان، وبيقول له انا غلطان اني دخلت معاك في قتال. بيقول له لما دخلت الكاراتيه بتشوق كتير ان اخش في اي قتال. جون بيقول له انا عارف شعورك وبيقومه وبيقول له راجع من جديد لان البنت حلوه في القتال. في الوقت ده بنشوف الطلبه كلهم وبارون بيجمعهم من جديد وبيقول لهم راجعت كل حاجه امبارح، وبيقول لهم الفروق كانت بسيطه لكن قررت اديكم فرصه تانية علشان تثبتوا نفسكم. في رايتين في الغابه اللي هيجيبهم هو الكسبان. ديمي بيقول له طب لو 2 لقوا نفس الرايه في نفس الوقت هيكسبوا؟ قال له لا، هيخشوا في قتال واللي هيكسب هيتاهل. وبيقول لهم الفوز اهم من كل حاجه، وبيقول لهم ريحوا 10 دقايق ومن بعدها هنبدا. في الوقت ده جون
جون بيروح يتكلم مع لي وبيحاول يحمسها اكتر وبيقول لها ليكي فرصه تانية علشان تكسبي وبيقول لها دي هتكون اخر فرصه. اخيرا بيبداوا بيكونوا هما الاربعه جاهزين وهوك وكيني بيكونوا صراع جدا، اما لي وديمي بيكونوا مش صراع قد كده. كيني بيخش في اتجاه وهوك بيخش في اتجاه تاني، اما لي بتخش في اتجاه كيني وديمي بيخش في اتجاه هوك. دانيال بيروح يتكلم مع بارون وبيقول له انت ليه حاطط لي في دماغك علشان مش ليها اهل ولا ليها اي حد؟ فبيقول له انا وظيفتي هنا ان انا اطلع الاقوى، وبيقول لي كمان ده غير ان جوني دخل معاه في قتال بسبب البنت دي وبسبب الكلام ده. ساعتها دانيال بيتصدم لما بيعرف ان جوني دخل معاه في قتال لوحده امبارح، وفي الوقت ده ليه بتحاول انها تلحق كيني لكن ساعتها كيني بيتعب. ليه بتستغل الفرصه وبتسبقه، بيرجع لمكان المعلم والكل بيكون مفكر انه كسب لكن بيطلع يجري على الحمام وساعتها بيعملها على نفسه. ساعتها ليه بتستغل الفرصه وبتكسب وبتجيب الاشاره. في الوقت ده هوك بيلاقي الاشاره الثانيه لكن ديمي بيجي وبيخش معاه في قتال، بيحاولوا هما الاثنين ياخدوا الاشاره. في الاول كده ديمي بيسيطر عليه لكن هوك بحركات جميله كده بيقدر ياخد الاشاره وبيوقع ديمي على الارض. بيقول له مش قصدي اوقعك على الارض والله يا صاحبي. بيروح علشان يقوم صاحبه لكن صاحبه بيكون غدار وبيغدر بيه وبيرميه على الارض. هوك بيكون مش مصدق وديمي بتاخد الاشاره وبتجري. ساعتها دومي بيروح للمعلمين وبيكون معاه الاشاره وبكده اتاهل للبطوله. في الوقت ده بارون بيقول لهم احب اقدم فريق مياغي دو وهم دياز وسام وروبي وتوري ولي وديمي. بعد كده بنشوف توري واللي بتكون قاعده مع الممرضه علشان والدتها بتكون تعبانه، والممرضه بتقول لها بما ان انتشار المرض وقف فبكده حاله السيطره عليها هتكون احسن. ساعتها توري بتقول لها انا نفسي ترجع زي زمان وتمشي وتضحك وتهزر معايا. الممرضه بتقول لها دلوقتي خلاص بتاخد الادويه صح وصحتها بتتحسن مع الوقت وان شاء الله بشكل تدريجي هتتحسن اكتر، وبتقول لها لازم تخلي بالك منها يا توري. توري بتفرح لما بتسمع الكلام ده وساعتها بتمشي وهي ماشيه بيكون في حد ماشي وراها بتحاول تخش معاه في قتال بيطلع ده كريس. بتتصدم لما بتشوفه وكريس بيقول لها انا فرحان ان انت مستمره في القتال. بتقول له هو ايه اللي جابك هنا؟ دي الشرطه بتدور عليك. بيقول لها محدش هيقدر يمسكني بالسهوله دي وجيت هنا علشان اطمن على البطله بتاعتي. فبتقول انا لما شفتك اخر مره كنت محتاجه منك مساعده وانت عارف قلت لي ايه؟ بتفتكر واللي بيكون بيقول لها خلي بالك من نفسك. بتقول له خليتني اواجه سيلفر لوحدي. بيقول لها حقك ان انت تزعلي بس ما عرفتش اقول لك على خطتي علشان تقدري تنقذي نفسك. انا عارف ان كل ده كان غلط بس حاولت احميكي كتير ولكن دلوقتي بعد ما خرجت فلينا فرصه كبيره علشان نكسب البطوله. بتقول له ما تتكلمش عليا اتكلم عن نفسك بس. في الوقت ده بنشوف سام ودياز وسام بتتكلم مع دياز وبتقول له ما جاش ليك لحد دلوقتي رد قبولك في الجامعه؟ بيقول لها لسه، عملت جوابات كتيره جدا ولكن ما فيش اي رد. هوك بيقول له ما تقلقش هيجي لك الرد في اقرب وقت. لكن ديمي بيقول له انا جالي الرد واتقبلت في الكليه. ساعتها بيتفاجئوا فبيقول لهم انتوا اتفاجئتوا ليه؟ وساعتها بيكمل كلامه بيقول لهم انا لقيت مكان هناك. ساعتها سام بتقول له مبروك. بعدها بقى بننتقل لتوري واللي بتتدرب مع روبي وبتكون قالت لروبي على كل حاجه. بيقول لها انا مش مصدق نفسي ان انت قدرت تواجه كريس. بتقول له يستحق اللي حصل فيه وبتقول له ما تعرفش حد علشان ما فكرنيش اني بخون الفرقه. بيقول لها عيب عليكي ده سر ولو حصل ايه هنكون ايد واحده ونفوز بطوله سيكاي انا وانتوا بس. في الوقت ده دانيال وجون بيجمعوا الطلاب من جديد وساعتها ليه بتسال انس بتقول له انت ما شفتش كيني؟ بيقول لها من بعد اللي حصل انا ما شفتوش. المعلمين بيتكلموا بيقول لهم بطوله سيكاي محتاجه للقائدين بعد 3 ايام وبعد ما عرفنا مين هيسافر دلوقتي جه دور اختيار القائد والقائده. بيقول لهم القائد هو مش قائد الفريق وبس، ده هيقاتل في الجولات النهائيه لو وصلنا يعني، وكل ده هيكون على الهوا وهيتذاع على قناه يلا ملخصات، ولو كسبنا هنلاقي صفقات كتيره جدا بتتعرض علينا يعني حياتنا هتتغير وتتشقلب تماما. لكن القائد هو اللي هيمثل الفريق بالكامل. واحب اطمنكم انا والمعلم جون بان القرار ده مش هنظلم فيه حد. جوني بيقول لهم بعد يومين توري وسام هيواجهوا بعض واللي هيكسب منهم هتكون هي القائده، وروبي ودياز هيواجهوا بعض واللي هيكسب منهم هيكون هو القائد. احنا عارفين ان انتوا دخلتوا ضد بعض قتالات كتير ولكن دي احسن طريقه علشان كله يطلع اقصى حاجه عنده. وبيقول لهم دلوقتي جه دور التدريب ويلا علشان ادربكم. دانيال بيقول له ما تسيبني يا عم انا ادربهم. بيقول له خليك انت لبكره لان في حركات عايز اعلمها لهم. وبيروح علشان يدربهم ودانيال بيكون معجب بيه وجون بيكمل تدريب. بيدربهم تدريب بالنار، دربهم تدريب مليان شرار، بيعمل منهم مواجهه جهنميه علشان يواجهوا بدل الواحد 100 كل يوم تدريب ودانيال بيراقبهم من بعيد. في الوقت ده دانيال بيروح يتكلم مع اماندا وبيقول لها ما انتش مستحمل جون، راح واجه بارون من غير ما اعرف ودلوقتي بيعلم الطلاب اساليبه القديمه في القتال وكمان النهارده اخد يومه في التدريب. بتقول له ده مش هدفنا الوحيد هو اننا نكسب البطوله. وبعدين انت مش قلت لي لما البطوله دي تخلص انت هتعتزل الكاراتيه؟ بيقول لها ايوه انا فاكر، لكن لما جون قال لي ان ههتم بالتدريب بشكل كامل ولوحدي انا اتضايقت. بتقول له اللي جون عمله ده صح وزي ما قلت لك اهم حاجه اننا نكسب البطوله وما نبصش لبعض. اما جون بيتكلم مع مراته بيقول لها النهارده يوم عالمي لاني دربت الطلاب علشان يكونوا اقوى واقوى، لكن مراته بتقول له اتمنى القتال ده ما يفرقش بين دياز وروبي. بيقول لها ما تقلقيش لاننا على اتفاق معين. دياز بيخش عليهم وبيكون زعلان جدا وبيقول لهم ما قبلونيش في الكليه. في الوقت ده توري بترجع للبيت وساعتها بتتفاجئ ان امها مرميه على الارض. بتكون امها
انها تعبانه جدا ومغمى عليها. في الوقت ده بنشوف دياز قاعد مع سام وبيقول لها انه اترفض، فبتقول له ممكن لو فزنا بالبطوله يهتموا بيك ويقبلوك في الكليه. بيقول لها طب انا كسبت بطوله الوادي وما ادونيش اي اهتمام. بتقول له لان بطوله سكاي بطوله دوليه ومش تتقارن خالص ببطوله الوادي. روبي بيخش عليهم وبيقول لهم ما شفتوش توري النهارده؟ ساعتها دياز بيقول له انت جاي هنا علشان تتدرب ولا ايه؟ بيقول له ما ينفعش نتدرب في مكان واحد علشان ما نشوفش حركات بعض. ولكن ساعتها روبي بيقول له خلي بالك من المره دي علشان هتتهزم يا تعبان. ساعتها دياز بيزعل. وفي الوقت ده بننتقل لجون ودانيال. بيقول له ما ينفعش احنا الاثنين نكون في الشغل، امال مين اللي هيدرب الطلاب؟ جون بيقول له انا حاسس عليك الغيره، وبيقول له احنا هدفنا واحد وما ينفعش نزعل من بعض لان طريقنا واحد. ساعتها دانيال بيسيبه وبيمشي. في الوقت ده بنشوف روبي واللي بيكون باعت رسائل لتوري ولكن ما بتردش عليه لانها بتكون منهاره من العياط. وساعتها الدكتوره بتتكلم معاها، هو انت مش قلت لي هتتحسن؟ بتقول لها امك بقت بتتعب جدا. ساعتها بتتعصب وبتكسر البتاعه دي وبتقول لها انت ليه بتكدبي عليا؟ ساعتها الدكتوره بتقول لها انا عارفه انك زعلانه بس مش في ايدي اي حاجه اعملها. ساعتها توري بتسيبها وبتمشي. في الوقت ده دانيال بيكون بيدرب سام ودياز وبيقول لهم لازم تكسبوا في البطوله دي علشان حياتنا تتغير. وبيقول لسام لازم تكسبي توري لانها هتواجهك بكل شراسه علشان يكون معاها القياده لانها هي كسبتك في بطوله الوادي. انا عارف ان في بطوله الوادي النتيجه كانت قريبه. ساعتها سام بتقول له انا عارفه بس في بطوله الوادي النتيجه كانت قريبه. بتقول له انا هحاول اثبت نفسي في القتال ده. بعدها بيدربهم وساعتها جوني بيجي عليهم. ساعتها دانيال بيتصدم وبيروح له على طول بيقول له انا عارف ان انا ضحكت عليك بس مش هحاول ابرر الموقف ده، سام بنتي ولازم ادربها برضه. ساعتها جون بيسيبه وبيمشي وبيروح للشركه وبيحاول يبوظ له الدنيا لكن اماندا بتيجي وبتهديه وبتقول له ما ينفعش تختلفوا لانكم في بطوله واحده وانت امبارح اخدت منه التدريب فسيبه بقى يدربهم النهارده. وبتعرفوا ان بعد البطوله دانيال هيسيب الكاراتيه. في الوقت ده روبي بيكون بيتدرب وبيفتكر لما اخد المركز الثاني في بطوله الوادي، بيغضب وبيطلع اقصى حاجه عنده. ساعتها دياز بيجي عليه وبيقول له انت لسه بتتدرب؟ بيقول له ايوه. ساعتها بيقول له انت اتدربت النهارده انت كمان ولا ايه؟ بيقول له ايوه يا عم اتدربت بس مش كتير. بيقول له بص يا روبي انا حبيت اجي اقول لك مهما يحصل في القتال فمفيش خلاف بينا. بيقول له تمام يا عم. ساعتها دياز بيقول له انا محتاج للفوز ده بشده. فروبي بيقول له انا كمان محتاج ليه. بيقول له انا مش قصدي كده. بيقول له انا بقول كده علشان الكليه وانا هبعت طلب من جديد وممكن يغير حياتي. بيقول له طب انا ما روحتش الجامعه معنى كده ان انا مش هتغير تاني؟ في الوقت ده امهم بتخش عليهم بتقول لهم الاكل جاهز. دياز بيمشي لكن روبي بيرن على توري. ساعتها توري بتكون منهاره ومش بترد عليه. بتفتكر كلام امها زمان لما كانت بتقول لها لو حصل ايه لازم تكسبي لان ده حلمك. في الوقت ده بيجي يوم القتال وروبي ودياز بيكونوا مستعدين. بيبداوا القتال والاتنين بيكونوا في نفس قوه بعض. دياز بيتفوق على روبي وبياخد منه نقطه. ساعتها روبي بيتعصب لكن من غير نتيجه. بيقدر دياز يسيطر عليه وبيديله رجله قويه وبيطيره وبياخد النقطه الثانيه وبكده بقى نقطه واحده ودياز يكسب. في الوقت ده توري بتيجي وساعتها روبي بيفوق واول ما بيشوفها بيتحمس بيكون باين عليه الغضب. بيكون مركز قوي وبيضرب دياز ضربه قويه وبيوقعه على الارض وبكده اخد نقطه من دياز. وبكده دياز معاه نقطتين وروبي معاه نقطه واحده. ساعتها بيبدا القتال من جديد. بيكون روبي مركز ومسيطر وبيقدر وهو طاير كده يوقع دياز وياخد النقطه الثانيه وبكده تعادل 2-2 واللي هياخد النقطه الثالثه هو كسبان. الاثنين بيكونوا في نفس القوه وساعتها الغضب بيكون مالي عينيهم. روبي بحركه حلوه بيقدر انه يخطف النقطه من دياز وبكده روبي هو اللي كسب. بيسلموا على بعض. ساعتها دانيال بيروح لروبي وبيقول له مبروك وبيعلن عن انه هو قائد الفريق. جون بيروح يتكلم مع دياز انت كنت جامد بس الحظ ما كانش معاك. ساعتها دياز بيشكره وهو حزين. في الوقت ده بيجي قتال سام وتوري. بيبدا القتال وبيسلموا على بعض. توري بتفتكر امها تبدا انها تقاتل بكل قوه لكن سام بتتصدى ليها وبتقدر انها تاخد اول نقطه من توري. ساعتها توري بتتضايق وبتقوم من جديد بتقاتل بكل شراسه وبتقدر انها تاخد نقطه من سام. دانيال بيتكلم وبيقول لجون توري بتقاتل بكل شراسه وفي الحاله دي ما ينفعش يتحسب نقطه. ساعتها سام بتقول لهم انا كويسه. وساعتها جون بيقول لتوري انذار واي مخالفه تاني هيتم خصم منك النقطه وبكده تعادل 1-1. بيبدا القتال من جديد وسام بكل شراسه بتضرب توري وبتبدا تاخد النقطه الثانيه وبكده باقي لها نقطه واحده وتكسب. في الوقت ده بيجي تليفون لاماندا من الممرضه وساعتها القتال بيكون مستمر. ساعتها اماندا بتوصل وبتقول لدانيال لازم نوقف القتال وساعتها القتال بيكون مستمر وبيكون توري هتاخد النقطه لكن دانيال بيمسك ايديها على اخر لحظه وبيقول لهم انتهى القتال. ساعتها توري بتقول لهم كده مش عادل ايه اللي انت بتعمله ده انا كنت هاخد نقطه. ساعتها جون بيقول له انت بتعمل ايه يا عم انا الحكم. لكن توري بصوت عالي بتقول امي ماتت. كلهم بيزعلوا ودانيال بيعزيها وبيقول لها ما ينفعش يستمر القتال. بتقول له لا ده الوقت المناسب اللي لازم نقاتل فيه. ودانيال بيقول لجوني ساعدني يا عم في الحوار ده. جوني بيقول له القرار مش لينا. دانيال بيقول لها نغير الطريقه انما توري بتقول له لا مفيش حد منكم فاهم حاجه امي كانت عايزه كده لازم اقاتل علشانها. روبي بيحاول معاها وكمان اماندا بتحاول معاها لكن توري بتكون دماغها ناشفه وتقول لهم انتوا مش عايزين نخش في القتال علشان مش ههزم سام. بيقولوا لها الامر مش كده خالص. بتقول لهم انتوا عايزين تنهوا القتال. بتقول لهم خلاص القتال انتهى وبتسيبهم وبتمشي. جون بيروح يزعق لدانيال فبيقول له ليه كده لكن دانيال بيقول له كنت عايز نعمل ايه يعني بدل ما تدعمني اننا نساعد البنت في الحاله دي. بيقول له دي مش طريقه مياغي. ساعتها جون بيقول لدانيال مياغي ده واحد نصاب. دانيال بيتعصب وبيضربه ضربه قويه. ساعتها جون بيتعصب جدا
جدا، ولكن دانيال بيقول له معلش يا عم ما كنتش اقصد. لكن جوني بيزعق له وبيقول له هستمر في التدريب مش علشانك لا ولا علشان المدرسه، ده كله علشان الطلاب، وبعد ما نكسب انت في طريق وانا من طريق، وده هيكون للابد. ساعتها بيتكلموا مع الطلاب وبيقولوا لهم التدريب علشان البطوله دي ما كانش سهل، ناس كتير مش هتسافر معانا، لكن احنا عارفين انكم موجودين معانا بقلوبكم، وتوري مش هتسافر معانا وهناخد مكانها هوك. ساعتها هوك بيفرحوا، لكن المعلمين ساعتها بيقولوا لهم انتوا الستة هتقاتلوا علشان مياغي دو، وده هيكون تحدي من اصعب التحديات اللي واجهتوها قبل كده في حياتكم، وعلشان نكسب لازم نكون ايد واحده وكلنا فريق واحد. بيطلعوا الشارات دي وبيلبسوها للابطال. اما دانيال لما بيلبس الشاره دي لسام بيفتكر حاجه، بيروح بعدها للصندوق وبيفتحه وبيلاقي فيه نفس الشاره بس عليها دم، وبكده بنعرف ان المعلم مياغي كان مشارك في البطوله دي قبل كده. بعد كده بننتقل لبرشلونه في اسبانيا، واللي ساعتها فريق مياغي بيوصل وبيجهزوا هم الكل، وهنا بقى بتكون الصدمه وهو ان كريس موجود بفريق كوبرا كاي، ويا ريتهم اكتفوا بكده. ده بنشوف توري مشاركه مع كوبرا كاي، وكمان الصدمه بتكون صدمتين، وساعتها كريس بيكون فرحان جدا. في اخر حلقه من الجزء الاول شفنا ان مدرسه مياغي بتتفاجئ بوجود كوبرا كاي ومشاركتهم في البطوله، وكمان شفنا ان توري بتنضم لكوبرا كاي. بعد كده بنشوف المذيع ده واللي بيقول مرحبا بكل اللي موجودين، لان في السنه دي هتكون اعظم بطوله كاراتيه في العالم كله، وهي بطوله سايكاي. بطوله سايكاي تاريخها كبير، وكل المتسابقين هنا فهم ابطال، ولازم يراعوا كل اساليب البطوله من احترام، واهم حاجه الروح الرياضيه. ودلوقتي كل قائد وقائده هيطلعوا لقدام، سام وروبي بيطلعوا لقدام ودول بيمثلوا مدرسه مياغي، اما توري وكوان بيطلعوا لقدام هم كمان ودول بيمثلوا مدرسه كوبرا كاي. وفي الوقت ده دانيال بنشوفه زعلان شويه وبيفتكر الشاره اللي كانت في الصندوق، ودياز بيكون باين عليه الزعل الشديد لان روبي اخد منه القياده. المذيع بيقول لهم انتوا لكم الشرف في المباريات اللي هتتذاع على الهواء، ولكن هتكونوا مميزين بشرط واحد، وهو ان المدارس الخاصه بيكم لازم تكسب في المسابقات علشان يقدروا انهم يوصلوا لاخر 4 فرق، ووقت ما تنتهي البطوله هنجمع كل النقط اللي كل مدرسه جمعتها، والمدرسه اللي هتجيب اعلى نقط هي اللي هتكسب بطوله سايكاي، وكل مباراه هتتحسب، ومن بكره هتبدا المباريات. النهارده بس جيتوا هنا علشان تعرفوا كل التفاصيل وتتعرفوا على بعض، لان من بكره حياتكم هتتغير تماما. ربنا معاكم ومرحبا بكم في بطوله سايكاي. بعد كده بنشوف دياز وروبي وكمان دانيال وجون. دانيال بيقول لدياز وروبي خدوا الشنط دي على اوضتكم يلا فورا بروحوا، وهنا جون بيقول لدانيال توري موجوده هنا بسببك. دانيال بيقول له هقول لك تاني كنت عايز نعمل ايه يعني، كان ضروري ان البنت تعرف ان امها ماتت، واحنا علشان عملنا الصح زعلت وكمان راحت لكريس. انا عارف ان هي مش كانت في وعيها، بس اللي هي عملته غلط وده مش يعتبر غلط مننا كمان. ساعتها جون بيقول له عموما يا عم ما تقلقش، كريس بيلعب في عداد موته وسيبه براحته. دانيال بيقول له يا عم لو حصل كده كمان مش هيحل مشاكلنا، وخلي بالك لو لعبت بطريقتك القديمه فممكن ننطرد. وبعدين كوبرا كاي دي مدرسه موجوده ضمن 16 مدرسه وبنسبه كبيره مش هننافسهم، وما تخافش يا عم كريس علشان احنا لو خفنا مش هنكسب. ساعتها جون بيقول له مش هنخسر وانا هخليه يطلع من البطوله. في الوقت ده بنشوف روبي واللي بيكلم صحابه بيقول لهم عايزين اي اوضه. ديمي بيقول له انا هنام معاك في اوضتك، وهوك بيقول لدياز انا هنام معاك في اوضتك. وفي الوقت ده بنشوف لي وسام. لي بتقول لسام مالك. ساعتها سام بتقول لها توري راحت لكوبرا كاي، انا فكرت انها اتغيرت وبقينا اصحاب، دلوقتي بقينا هننافس بعض من جديد. وفي الوقت ده بنشوف مدرسه كوبرا كاي وبنشوف كوان واصحابه واللي بيروح لروبي ودياز وبيقول لهم انتوا بقى طلاب مدرسه مياغي المشهوره، سمعت عنكم قبل كده لكن ما اعرفكمش، مع ان يعني مش فيكم حاجه مميزه. هوك بيقول له انت مش بتشوف علشان لما نخش في قتال هنخليك تشوف احسن. روبي ودياز بيرجعوه بيقولوا له مالكش دعوه بيهم يا عم سيبك منهم. ساعتها توري بتكون ماشيه وبان عليها الزعل، روبي بينادى عليها وبيروح وراها، وكوان بيفضل يستهزأ بطلاب مياغي. روبي مش بيلحق توري، ودياز بيقول له هوك خلينا يا عم في حالنا احسن وفي البطوله هنعرفهم مين هي مدرسه مياغي. في الوقت ده بنشوف اماندا واللي بتكلم دانيال في التليفون وبتقول له دانيال عايزاك تزور الشواطئ وكده بقى يا عم وترفه عن نفسك، لكن بيتكلم بكل جديه وبيقول لها احنا جايين هنا علشان البطوله والتدريب مش علشان نخرج والكلام الفاضي ده. وبيقول لها الله صحيح ما شفتيش تشوزن؟ بتقول له لا والله ما شفتوش، وبتحفزه وبتقول له عايزاك تلعب بطريقتك الجامده علشان تخلص عليهم بسهوله. في نفس الوقت بنشوف توري واللي كانت بتجهز اوضتها، فجاه الباب بيخبط عليها، بتروح تشوف مين فبتلاقي كريس وداين. داين بتقول لتوري يلا علشان في حفل المدرسه عاملاها، انما توري بترفض وبتقول لها انا مش جاي علشان حفلات، انا جاي هنا علشان اكسب البطوله واحقق حلم امي. ساعتها داين بتقول لها مش بمزاجك، اصلا ما كنتش عايزاكي تيجي معانا في الفريق ولحد دلوقتي مش عايزاكي. توري بتقول لها علشان كده انا موجوده مفيش خيار احسن مني. ساعتها داين بتقول لها انت واحده ما عندكيش ثقه ومتشتته وازاي خدت القياده اصلا؟ بتقول لها انا مش هاممني القياده، انا كل اللي هاممني زي ما قلت لك احقق حلم امي. ساعتها داين بتقول لها انت مش هتحققي حلمها لانك ضعيفه وهتخسري، وبتسيبها وبتمشي. ساعتها توري بتقول لك ليس ما عنديش كلام اقوله لك. بيقول لها انا عارف انت حاسه بايه بس تاكد ان انت اخدت القرار الصح وامك هتكون فخوره بيكي. بترد عليه بتقول له اتمنى يحصل كده. في الوقت ده بنشوف دانيال واللي بيكلم الناس دول وبيقول لهم حقيقي مدرسه مياغي دو ما طلعتش في يوم وليله، ودي بدات من الصفر وانا كمان كنت طالب فيها، والصراحه لحد دلوقتي انا بتشرف بالمدرسه دي. وفي الوقت ده جون بيروح علشان يجيب اكل، بيشوف الراجل ده بياخد اخر قطعتين من اللحمه. جون بيقول له ايه يا عم مش كده، خد قطعه بس وسيب لغيرك، لكن بيقول له انا خدت 2، واحده ليا واحده لصاحبي. وبعدين بيقول له كمان ولو مش واخدها لصاحبي انت مالك انت هتمنعني يعني؟ بيقول له اكيد همنعك. دانيال بيوصل وبيقول له معلش يا عم حقك علينا، وبيقول له جون
فيها يا عم مش عايزين مشاكل، ودي فرصتنا الوحيده يا جون مش عايزين نضيعها. وفي الوقت ده بيكون شايفهم كريس وداين من بعيد، ونظره كريس مش بتطمن اي حد، كلهم بيتصوروا. وساعتها بنشوف توري لوحدها، وروبي بيروح لها وبيقول لها انت هتفضلي تتهربي مني لحد نهايه البطوله يعني؟ بتقول له بس انا مش عارفه انت عايزني اقول ايه، بس انا خدت القرار خلاص. بيقول لها المفروض كنت تعرفيني على الاقل. بتقول له كنت عايز اقول لك بس انا عارفه اللي فيها. بيقول لها هو ده اتفقنا؟ على فكره كريس بيستغلك، وبعدين كان ليك حلول تانية يا توري. ساعتها بترد عليه وبتقول له حلول يا عم؟ مدرسه مياغدو ما عملتش بالعدل، وكده كده كانوا هيختاروا سام. وبيقول لها غلط، انا عارف ان انت خلاص اخدت القرار ودي حاجه مش سهله، بس كل ده حصل بسبب وفاه امك. سام بتقف بعيد وبتشوفها توري. ساعتها بتقول لروبي بلاش نتكلم دلوقتي، وبسيبه وبتمشي. في الوقت ده دياز وهوك وديمي بيكونوا بيتمشوا، بيشوفك وانا عامل دوشه وبيقول محدش عارف يعدي ركلتي، وبيفضل يلقح على مدرسه مياغي وبيهيج الكل عليهم. اما في الوقت ده دانيال بيكلم مؤسسين البطوله وبيكون في ايده الشاره دي. الست دي بتقول له هو ده دم ولا ايه؟ اما المؤسس بيقول له البطوله كانت وحشيه، بس اللي هيقدر يقول لك على كل حاجه هو سيرانو. ساعتها دانيال بيقول له مين سيرانو ده؟ البت داين بيكلم وبتقول سيرانو بطل اسطوري والكل عارفه. مؤسس البطوله بيقول له انا مش عارف هو لسه عايش ولا ايه، بس عموما انا هتصل عليه ولو لسه عايش هعرفك. ساعتها دانيال بيقول له والله ما عارف اشكرك ازاي يا عم، وعموما شكرا جدا. وفجاه بيشوف جون بيتكلم مع كريس وبيقول له، وجون بيقول لكريس انت ليه جيت البطوله؟ ساعتها كريس بيقول له انا عليا دين ولازم اسده، والدين هو الانتقام. انت عارف يا جون انت ليك مكانه خاصه في قلبي عامله ازاي، لكن كل حاجه بتتغير يا صاحبي، وهعرفك معنى كلمه بلا رحمه. جون بيقول له تمام، بس لو عرفت الكل بخبر هروبك من السجن هيشيلوك من البطوله. كريس بيقول له لا يا حب، وانا مش قلت لك ما عدش عليا تهم خالص، وطلعت منها بما يسمى بالدفاع عن النفس، واخدت براءه بسبب كده. دانيال بيوصل وبيسحب جون، لكن كريس بيفضل يهدد فيهم. وفي الوقت ده تشوزن بيوصل وبيكون عامل مشاكل مع الامن، وبيقول انا مع مدرسه مياغي، باين عليه كده شارب. وكل اللي في المكان بيتعجب لان تشوزن بيفضل يسوق في سمعه مياغي دو. بعد كده بينتقل هوك ودياز، واللي بيكون هوك عايز يعدي ركله كوبرا كاي، لكن صحابه بيقولوا له مفيش داعي يا عم وخلينا نمشي. فجاه طالب من مدرسه كوبرا كاي بيكلم هوك وبيقول له هو انت فعلا افضل مقاتل في مدرستك؟ هوك بيرد عليه وبيقول له ايوه انا افضل مقاتل، انت عايز ايه؟ في الوقت ده كوان بيقول له يا عم اسكت انت حتى مش قائد مدرستك، فين القائد؟ روبي بيوصل وبيقول لهم انا القائد، وبيقول لاصحابه يلا علشان نمشي. كوان بيقول له انت عايز تتسحب من التحدي ولا علشان حبيبتك في فريقنا؟ روبي بيتعصب وبيروح له، وكوان بيقول له هنحط رهان، انت هتسدد ضربتك وانا هسدد ضربتي، ولو كسبت هديك اوضتي، ولو انا كسبتك هاخد اوضتك. ساعتها روبي بكل ثقه بيوافق. في الوقت ده بنروح لتوري من جديد. ليه بتروح لتوري وبتقول لها انا فاهمه انت عملت كده ليه. توري بتقول لها عرفيني الامور ماشيه ازاي، اكيد كلهم كرهوني. بتقول لها لا هم قلقانين عليكي بس، وكمان قلقانين على روبي. بتقول لها طب ايه اللي دخل روبي في الموضوع؟ بتقول لها لان عايزين روبي يكون في كامل لياقته، لان موضوعك بيشتت تركيزه. ساعتها ليه بتمشي وبتيجي سام، وسام بتيجي وبتتكلم مع توري. توري بتقول لها انا مش هتاسف لان كل ده مش بمزاجي. سام بتقول لها هو بصراحه انا مش عارف ايه هو شعور خساره حد عزيز علينا، انا عارفه ان انت اخدت القرار انت مش في وعيك، ولكن زعلت بسبب حاجه واحده، وهو ان فكرت اننا اصحاب، كنت هساعدك، كان نفسي تجيلي او حتى تروحي لروبي. انما توري بتقول لها كريس جالي وغصب عني كان لازم اخد القرار لوحدي. سام بتقول لها انا بحترم رايك بس خلي بالك القتال لما يجي انا مش هتردد نهائي. بنرجع لروبي من جديد، صحابه بينصحوه لكن بكل ثقه بيقول لهم هنجح ما تقلقوش، وكل ثقه وبيروح وبيعمل حركه رايقه وبيعلم علامه. دلوقتي بقى جه دور كوان، الواد بيضحك بكل سخريه وبيعمل حركه لولبيه، وابن الهرمه بيعدي علامه روبي، وبكده كوان هو اللي كسب الرهان. وبيروح علشان ياخد مفاتيح الاوضه من روبي، وبيقول له ما تقلقش يا عم انا هاخد كل الشنط بتاعتك وارميها في الزباله. اما في الوقت ده بنشوف دانيال واللي لسه عمال بيتكلم مع تشوزن بيكون لسه مش فاعلي وعمال يسوق في سمعه مدرسه مياغي اكتر واكتر. كريس بيفضل يتكلم بصوت عالي وبيقول كل واحد بيعمل عمل يليق بمدرسته، مش زي المدرسه البيئه دي، والكل بيكون مصدوم من حركات تشوزن، وجون ودانيال بيكون شكلهم وحش قوي. بعد كده بنشوف ديمي واللي بيقول لروبي دي مؤامره. روبي بيقول له يا عم انا ما كنتش عايز اورط نفسي. ساعتها هوك بيقول له ما انا قلت لك يا عم ابعد عن مدرسه كوبرا كاي. بيقول له انا لقيتك بتتكلم مع طول امبارح. ساعتها ليه بتقول له انت مالك يا عم منك ليه، دي حبيبته. وسام بتعرفهم كلهم وبتقول لهم كريس هو اللي جبر طوري على كده، ودي حركات كريس لعب في دماغها وكمان كان عايز يلعب في دماغك يا روبي. تاني يوم بننتقل للبطوله وده بيكون اول يوم. المذيع بيقول لهم اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا امبارح، والنهارده بقى يعتبر الحرب، ودي بنسميها حرب القاده. وزي ما قلت لكم كل قاده مدرسه مهمين جدا، 4 فرق هيطلعوا على الحلبه ومش هتبقى غير فرقه واحده بس، ولو قائد وقع على الارض فالفريق بالكامل هيستبعد من الجوله دي. ال4 فرق بيطلعوا على الحلبه ومن ضمنهم كوبرا كاي ومياغي دو. كوان بيقول لاصحابه هنهاجم على مياغي دو الاول وبعد كده هنخش على المدرستين التانيين. توري بتقول له خطتك مش هتنجح لانهم هيحاولوا انهم يحموا البيضه ولازم نهاجم علشان نوصل للقائد. بيقول لها اسكتي اوعي تعرضي طريقتي واعرف ان انا اللي حاطط الخطه فاننا هنكسب. اما ميجل بيقول لاصحابه هنخليهم يجوا علينا ولازم نحمي البيضه، حاولوا تخلوا بالكم من سام وروبي علشان هم دول اهم حاجه. وبيقول لروبي ركز وخلي بالك واوعى تفكر في اي حاجه تانية. توري بتروح تقول لداين انا عارفه هنعمل ايه بس هم مش راضيين يسمعوا كلامي. بتقول لها انت ليه جايه بتقولي لي حاولي تنفذي خطتك وهم مش هيكون في ايديهم اي خيار غير ان هم يجوا وراكي. دانيال بيروح يتكلم مدرسته بيقول لهم خلوا بالكم وباذن الله هتكسبوا. بيبداوا فورا توري بتجري وبتهجم على مياغي دو وكلهم بيروحوا وراها، بيهجموا بكل عنف على مدرسه مياغي، ودياز بكل معلمه بيتصدى ليهم
الفرقتين بيكونوا اقوياء. مدرسه مياغي بتسيطر شويه، وفي الوقت ده توري بتدي رجل قويه لليه وبتجيبها على الارض، وبكده ليه طلع. ساعتها المعلم جون بيقول له هوك احمل قايتين، بيروحوا بيهجم ولكن هو كمان بياخد رجل وواحده حلوه من الواد ده بيجيبه على الارض، وبكده كمان هوك بيستبعد من الجوله دي. وباين كده على مدرسه كوبرا كاي العنف الشديد. اما كوان بيروح لروبي بيقول له يا معلم نمت كويس امبارح ولا لا؟ وكوان بيهجم على روبي. ساعتها دياز وسام بيكونوا مسيطرين، سام بتهجم على توري، والصراحه الاثنين بيكونوا جامدين. دياز بيهجم على واحد والتاني بيجي من وراه، لكن الجامد بيسيطر وبيوقع الاول على الارض. اما روبي بيكون لسه بيتصدى لضربات الواد كوان. الواد كوان بيكون مش سهل ابدا، روبي بيسيطر عليه، وساعتها بيشوف توري. لما بيشوف توري تركيزه كله بيضيع، وساعتها كوان بيستغل الفرصه وبيسيطر وبيجيبه على الارض، وبكده قائد مدرسه مياغي دو وقع على الارض. وبكده طلعت مدرسه مياغي دو من اول جوله، ومش باقي غير كوبرا كاي ومدرسه ثانيه. توري بتديهم التعليمات ولكن بيكون باقي 3 بس من كوبرا كاي، والمدرسه الثانيه بيكون عددهم كبير. فجاه عدد من المدرسه الثانيه بينسحبوا ومش باقي غير القائدين. توري بتقول لهم انا هاجم مع البنت وانتوا الاثنين هتهاجموا مع الولد، ولكن المدرسه الثانيه مش سهله. اول واحد بيوقع واحد من كوبرا كاي. كوبرا كاي مش باقي منها غير كوان وتوري. الاثنين التانيين بيكونوا مش سهلين وبيقدروا انهم يطلعوا كوبرا كاي. ومعلم المدرسه دي بيكون هو نفس الشخص اللي جون كان عايز يعمل معاه مشكله بسبب قطعه اللحمه. بعد كده بنشوف مدرسه ايرين بتاخد نقطه، وكمان كوبرا كاي بتاخد نقطه، والنقطه الثانيه كمان لكوبرا كاي، ونقطه ثانيه لمدرسه ايرين. وهنا جون بيفضل يحمس في سام، وكوبرا كاي في المركز الثالث ب 28 نقطه، بياخدوا المركز ال 11 ب 17 نقطه. كده مدرسه مياغي متراجعه بشكل كبير جدا. بعد كده بنشوف المعلم جون والمعلم دانيال. المعلم دانيال بيقول للطلاب انا عارف ان امبارح كانت المباراه صعبه، ولكن مش ينفع نفقد الامل، ولسه في مباراتين النهارده. ديمي بيقول لهم ممكن في المباراتين دول يموتونا، دول مدارس غشيمه قوي. يقولوا له ما احنا عارفين ان الدنيا مش سهله، احنا بنواجه اقوى المدارس في العالم، ودلوقتي لازم تنسوا اللي حصل وتفكروا في اللي جاي، يلا روحوا ريحوا شويه. جون بيقول لدانيال مش ينفع نشجعهم على التصدي بس، ده كده هيندفنوا احياء على الحلبه. بيقول له مش ينفع نفضل نعذبهم تدريب، لازم نشجعهم علشان يركزوا. جون بيقول له احنا محتاجين النقط دلوقتي، دي بطوله انت نسيت ولا ايه؟ مش ينفع نطلع من البطوله دي بمركز واطي. دانيال بيقول له يا عم انت شفت مدرسه ايرين فيها مقاتلين عامله ازاي؟ النظره اللي شفتها بيقولوا ان احنا مش قادرين نعمل اي حاجه. اسمع انا سبتك تنصحهم بالقرف بتاعك ده بس ما جابش نتيجه. السكرتيره دي بتنادي عليه وبتقول له الظرف ده جاي لك من هنا يا دانيال. انت بيقول له جون انا اروح مشوار وهاجي قبل البطوله بشويه. في الوقت ده بنشوف ديمي واللي بيقول لاصحابه يحصل ايه لو ما حضرناش بقيه المباريات، نطلع نروق على نفسنا شويه، احنا خسرانين. هوك بيقول له انت نسيت حلم البطوله ولا ايه؟ حلم البطوله ما يضيعش بالسهوله دي. بيقول له يا عم خلينا نكون واقعيين شويه، مستحيل نكسب. هوك بيكلم دياز وبيقول له انت بخير يا دياز؟ ادائك النهارده كان جامد يا عم، ابسط شويه. بيقول له انا بخير بس مش عارف اللي بيحصل لروبي. هوك بيقول له اكيد زعل لان توري في مدرسه كوبرا كاي. ساعتها هوك بيقول له الصراحه انت تستاهل تكون انت قائد الفريق، وديمي بيقول نفس الكلام وبيقول له معاك حق. ساعتها روبي بيطلع وبيقول لهم ايه في ايه؟ ديمي بيتوه في الكلام ودياز بيكون باين عليه الزعل الشديد. بعد كده بنشوف دانيال في المكان ده بيقول للسواق استنى هنا هشوف حاجه واجي لك، ولكن السواق بكل برود بيسيبه وبيمشي. الوقت ده بنشوف جون بياكل، وساعتها بيجي عليه معلم مدرسه ايرين. جون بيضحك وبيقول له على فكره مش انت اللي بتعرف تتكلم اسباني بس، انا كمان بعرف اتكلم. وبيقول له انا مش عارف انت عمال بتحاول تتضايق فيها ليه. في الوقت ده بيسمعوا موعد المباراه الثانيه اللي هتكون بعد ساعه ونص. معلم مدرسه ايرين بيقول له الخبر الحلو ان مدرستك مش هتفضل كتير لان النهارده هنطلعها من البطوله نهائي. ساعتها جون بيقول له كل ده كلام، نتقابل على الحلبه وانا اعلمك درس مش هتنساه. اما دانيال بيروح للمكان ده اللي بيكون مش عارف هو ماشي فين. في الوقت ده في حد بيضربه على دماغه وبيوقعه على الارض. بعد كده بنشوف سام واللي بتكون ماشيه وتشوف المعلم ده بيضرب تلميذه، وعلشان تلميذه غلط بيضربه وبيعاقبه كمان. واول ما الواد بيشوفها بتمشي فورا بتروح للحلبه، وجون بيقول لها كان لازم تيجي من ربع ساعه. بتقول له كنت بدور على ابويا انت ما شفتوش؟ يقول لها لا ما شفتوش. بيسمعوا المذيعه بتقول دي اخر جوله ولازم كل مدرسه توقع خصومهم، ودلوقتي هنادي على المجموعه الاولى. جون بيقول لهم انا المسؤول وهنتعامل مع الوضع بشكل مختلف، ومن دلوقتي مش هننتظر هجومهم علينا، احنا اللي هنهجم الاول ولازم توقعوهم الاول. سام بتقول له بس ابويا كان بيوصينا بالتوازن. بيقول لها ابوك مش موجود دلوقتي، لازم تسمعوا كلامي مفهوم؟ دلوقتي جه دور اننا ناخد نقاط. المذيعه بتنادي على ليه وبتقول لها اطلع على الحلبه. جون بيقول لها مش تخذليني يا ليه. بتطلع وبتهاجم، ولكن البت الثانيه بتكون حرفوشه وبتجيبها على الارض. ساعتها جون بيقول لهم لازم ادائنا يكون احسن من كده. في الوقت ده بنشوف دانيال واللي بيكون محبوس في القفص ده بيقول لهم الحقوني. بيخش عليه الاثنين دول وبيقولوا له اسكت علشان مش نسكتك. اما في نفس الوقت فجاه دور دياز خصمه بيكون قوي، لكن بيقدر دياز يتصدى ليه وبيجيبه على الارض. دياز بيفرح، ولكن جون بيبص على التصنيف وبيقول له مش لازم تفرح دلوقتي، لازم دلوقتي نركز، يكون مركزهم هو المركز ال 12. بيروح ياخدوا راحه شويه، وجون بيتكلم معاهم وبيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده مش كاراتيه، لو فضلنا على كده هنطلع من البطوله النهارده، منكم مش هيهمه اي حاجه لو طلعنا، ومنكم برضه هيفضل فاكر كل حاجه طول حياته، ودي فرصه بالنسبه لكم وهتندموا عليها لو مش استغلتوها صح. ايه اللي حصل لكم؟ فين العزيمه اللي كانت عندكم؟ فين اصراركم؟ مش عايزين تدافعوا عن نفسكم؟ سام بتتكلم وبتقول له على طول بتلومونا، لو ابويا كان موجود النهارده مش كنا هنخسر. بيتكلم معاها وبيقول لها طب هو ليه
ما حضرش. بتقول له ممكن يكون بسببك تفضل تقل منه وتعامله مش باحترام وعايز تثبت نفسك كل شويه، كان المفروض نمشي على طريقه مياغي، انت اصلا مش تستاهل تلبس بدله الكاراتيه. ساعتها ليه بتتكلم وبتقول لها انت ازاي بتكلمه معلمك بالطريقه دي؟ فسام بتصدها وبتقول لها ما هو السبب اللي خلاك تخسر النهارده في 10 ثواني بس، انت مش بتفيدينا، انا مش عارفه ازاي انت تاهلت للفريق. ساعتها روبي بيتكلم وبيقول لهم كل ده مش هيفيدنا بحاجه، لازم نركز. دياز بيمشي وكلهم بيمشوا وراه. في الوقت ده جون بيكون ماشي فكريس بينادي عليه وبيقول له انا شايف ان كل حاجه ماشيه تمام في مدرسه مياغي، فين صاحبك؟ يا ريت مش يكون تعب لان دي البدايه. ساعتها ليه بتروح تتكلم مع جون وبتقول له كل اللي عايز اقوله لك ان كنت عايز اجي هنا علشان اثبت للكل اني قويه، لكن في الحقيقه عملت حاجه اندم عليها واذيت شخص كنت عارفه اني مش هكسبه وهو كيني، فاضطريت ان اغش علشان اجي هنا، انا ما استحقش ان اكون هنا. ساعتها المعلم جون بيكلمها وبيقول لها انت لو هتتكلمي على الندم فانا اكتر واحد هندم على كل حاجه، وهي حاجه واحده بس اللي مش هقدر اندم عليها وهو اني ضربت طلاب زيك. عارف ان انا ضغطت عليك كتير ولكن انا الوحيد اللي هتلام على اللي حصل لكيني، هدعمك دايما علشان اكتر واحد عارف قدراتي، وياك تفكري في حكايه الندم دي تاني. اما بخصوص كيني انا مش هقول لاي حد على اللي انت عملتيه. ساعتها ليه بتروح وفي الوقت ده جون بيرن على دانيال لكن دانيال ما بيردش، فبيسيب له رساله وبيقول له مش تزعل مني يا دانيال، مخليك انت غلط في كل حاجه، احنا لينا لحظات كتيره مع بعض، بنقف مع بعض في كل حاجه، انا دلوقتي محتاجك، مش مصدق اني بقول لك كده لكن انا متاكد اني محتاجك، ويلا تعالى بسرعه. في الوقت ده اللي خطفوا دانيال بيروحوا يشوفوه. ساعتها بيلاقوه فتح القفص، يخشوا يشوفوه لكن بيضربهم واحد ورا التاني وبيطلع الكلب ده عليهم وفورا بيجري على الباب وبيقفل عليهم، لكن فجاه الراجل ده بيهجم عليه لكن دانيال بيتصدى ليه. الراجل بيكون عنتيل وبيقدر يسيطر عليه من جديد. دانيال بيسيطر من جديد وبيقطع له هدومه وبيلاقي مرسوم على دراعه شعار كوبرا كاي. ساعتها الراجل بيتحول وبيسيطر عليه تماما. دانيال بيكون جامد وبيجيبه على الارض. في الوقت ده دياز بيكون عايز يمشي لكن روبي بيروح وراه وبيقول له من الواضح كده ان في حاجه كبيره مزعلك مني. ايه اللي مزعلك مني يا دياز؟ بيقول له معاك فرصه العمر يا راجل عشان تكون قائد الفريق وانت دلوقتي بتهدرها، انت خسرت في كل مبارياتك وانت مش مهتم اصلا. روبي بيقول له بس الوضع مش سهل. بيقول له انت كنت تعرف ان قيادتي للفريق هتغير حياتي. ساعتها روبي بيرد عليه وبيقول له من كل عقلك يا راجل، طب ما انا برضه الحاجه دي هتغير حياتي، انا كمان كسبتك بشرف ومش غشيت. دياز بيقول له انت كمان هتكون سبب في رجوعي، يا اما تحسن من نفسك في القتال او تعترف ان اقوى منك في القتال وتديني القياده. بعد كده بنرجع للحلبه من تاني والعجوزه دي بتقول دلوقتي جه دور الاقصاء، يعني اللي هيخسر هيطلع بره البطوله نهائي وهيرجع لبلده. وفي المرحله دي بيسمح لاثنين من الطلاب في القتال في وقت واحد، واول مدرستين بيطلعوا هي مدرسه ايرين بتكسب بكل سهوله، ودلوقتي فريق كوبرا كاي بيطلع اثنين منهم وبيقدروا انهم يسيطروا على الحلبه. اما دلوقتي جه دور مياغي. سام بتفضل تدور على ابوها. ساعتها جون بيكلمها وبيقول لها انا اسف على اللي كنت بعمله مع ابوكي، انا متاكد ان هو دلوقتي بخير. وبينادي على كل تلاميذه وبيقول لهم كان يوم صعب وكنت بتعبكم معايا لكن عايزكم تعرفوا اني متاكد ان انتوا تقدروا تكسبوا في اي حاجه، انتوا تعرفوا طريقه انتوا دلوقتي تعرفوا طريقه التوازن. افتكروا كل كلام معلمكم دانيال واستخدموا كل مهارات مياغي دو. ودلوقتي هيطلع سام وروبي. بعد كده الاثنين بيطلعوا وبيكونوا جامدين الصراحه. بيكون روبي هيوقع البنت دي لكن بيشوف توري وساعتها كل تركيزه بيروح. ساعتها البنت دي بتستغل تركيزه وبتوقعه على الارض. في الوقت ده اللي بتطلع مع سام واللي بتقدر انها توقع البنت دي، وسام كمان بتقدر انها توقع الواد ده. اما البنت دي بتطلع وبتقول لسام انت فاكره نفسك قويه، هوريكي قوه الوقعه عامله ازاي دلوقتي. وساعتها بتوقع سام بكل جحود. هوك بيطلع وبيسيطر شويه وبيروح علشان يساعد ليه، وبتكون البنت دي عايزه تغدره لكن ليه على اخر لحظه بتاخدها وبينزلوا هما الاثنين. في الوقت ده بيطلع ديمي وبيسيطر مع هوك، وفي الوقت ده ديمي بيوقع الخصم وصاحبه كمان. لا جامد ياض. ساعتها ديمي بيزعل وبيفضل يبص على صاحبه لكن الواد التاني ده بيستغل الفرصه وبيوقع ديمي كمان. دلوقتي مش باقي غير دياز. وساعتها دياز قبل ما يطلع بيقول لروبي اتفرج بقى القتال بيكون عامل ازاي. في الوقت ده دياز لوحده بيكون على اثنين. الواد رايق وبيكون عامل جمدان، بيوقع الاول وراه الثاني على طول. وبكده مدرسه مياغي تاهلت للجوله اللي بعد كده، وده كله بسبب دياز. لا عيل جامد بصراحه. صحابه كلهم بيفرحوا وروبي بيكون متضايق. وفي الوقت ده بيحيوا الجمهور. في الوقت ده دانيال بيكون وصل وساعتها كريس بيشوفه وبيقول له يا معلم حصل لك حاجه. انما دانيال بيتعصب عليه. كان كريس بيقول له دي بطوله يا عم تموتنا علشان بطوله. ساعتها سام بتشوفه وبتنادي عليه يقول لها انا اسف اني ما حضرتش النهارده. بتقول له بس انا قلقت عليك قوي انت كنت فين. بيقول لها معلش رحت اتغدى وركبت تاكسي خلاص دي قصه طويله وبعدين هحكيها لك. المهم انتوا عملتوا ايه؟ تقول له الوضع كان صعب بس قدرنا نوصل للجوله اللي بعد كده. يفرح وبيقول لها اوعدك ان عمري ما هخذلك مره ثانيه. بعد كده بيروح لجون وبيقول له وصلتني رسالتك. بيشوف جون بيلم كل حاجته وبيقول له ايه يا عم انت رايح فين؟ يقول له جالي تليفون ان مراتي في المستشفى باين كده ان الحمل مش هيكمل. بيقول له كمان انا اتكلمت مع دياز وهنمشي النهارده. دانيال بيقول له خلاص انا هخلي بالي من كل حاجه هنا وخلي بالك انت من الطريق وخلي بالك انت من نفسك. وساعتها المعلم جون بيمشي. بعد كده بنشوف اماندا واللي بتكون راحت المستشفى وجوني بيرن عليها لكن بتقول له مفيش جديد. بيقول لها طب انا عايز منك طلب تعمله لي. بتقول له ايه هو؟ بيقول لها دياز انسحب علشان جه معايا، عايزك تجيبي كيني وتحجزي له تذكره لبرشلونه علشان يحضر مكان دياز. بتقول له حاضر هروح دلوقتي اعمل كل حاجه. بعد كده بنشوف دانيال واللي بيروح يتكلم تشوزن وبيقول له انا مش متخيل الظروف اللي بيمر بيها جوني، لو كان بايدي اي حاجه اعملها كنت عملتها لان جوني عزيز عليا. تشوزن بيقول له بس في مشكله يا دانيال. دانيال بيقول له انا عارف ان كريس بيكرهني بس مش لدرجه ان هو يخطفني يعني. تشوزن بيقول له طب هو عرف ازاي ان انت بتدور على حاجات تخص مياغي؟ فبيرد عليه وبيقول له لان داين سمعتني وانا بكلم مؤسس البطوله.
بعد كده بنشوف كريس وكوان وداين، وكريس بيقول لهم اظن ان احنا قدرنا نخوف دانيال، وبيقول لهم دلوقتي هنبدا المتعه الحقيقيه. كريس بيقول لكوان قول لاصحابك يحاولوا يخوفوا مياغي بكل الطرق. هنا بقى داين بتقول له انا مش معاك في الحته دي يا كريس، مش عايزه الطلاب ينشغلوا بحاجه تانية غير البطوله علشان مش يفقدوا كل تركيزهم. لكن بيرد عليها بكل ثقه بيقول لها صدقيني الطلاب هيكونوا بخير، انا عارفهم كويس. ومن جهه تانية بنشوف تشوزن بيقول لدانيال مش تخليه يشتت تركيزك وخلي تركيزك على البطوله عشان دي لعبته، ولعبته بتكون هي التشتيت. دانيال بيقول له معاك حق، وتشوزن بيتاسف من دانيال وبيقول له انا اسف على اللي انا عملته امبارح، ما كنتش في وعي وحقك عليا. جه دورك دلوقتي انت علشان تستريح، وجي دوري علشان نسدد ضربه قويه لكوبرا كاي. دانيال بيقول له هعمل كده بس علشان نكون في امان، خلي الطلاب مش يطلعوا النهارده. ساعتها تشوزن بيفتكر ان هوك راح له وقال له عايزين نخرج شويه، وساعتها وافق، لكن بيقول لدانيال ما تقلقش هيكونوا بخير. بعد كده بنشوف الطلبه وبنشوف ليه بتقول لهم احنا هنعمل ايه بعد ما المعلم جون ودياز مشوا. هوك بيقول لها سمعتوا انه هيبعتوا كيني. وساعتها روبي بيقول لسام كلمت دياز وهو بخير ولا ايه؟ بتقول له كلمته بس كان نفسي نخرج مع بعض بس للاسف مش مكتوب لنا كده. روبي بيقول لها مش عارف اللي بيحصل لي بعد ما توري راحت لكوبرا كاي، كل ما اشوفها احس باحساس غريب، الغريب اكتر ان هي مش متاثره باي حاجه. ساعتها سام بتقول له لازم احنا كمان نركز في البطوله لان ده حلم لنا كلنا. وفي الوقت ده توري بتوصل ومعاها كوان كمان. اما في نفس اللحظه اماندا بتروح لكيني وبتقول له جايبه لك خبر 100 100، ايه رايك تروح بطوله سايكاي مع مدرسه مياغي؟ بيرفض وبيقول لها انا ما عادش ليها دعوه باي حاجه. بيكون هيقفل في وشها لكن بتقول له طب عرفني السبب. بيقول لها انت عارفه كل حاجه وعارفه ان ابنك هو السبب اللي حط لي حاجه خلاني اعملها على نفسي، وبيقفل في وشها الباب. بعد كده بنرجع لجون ودياز، وجون بيقول لدياز امك هتكون بخير ما تقلقش، لكن دياز بيقول له ما تتكلمش معايا، انت متجاهلني طول البطوله ودلوقتي جاي تتكلم معايا، خد كل حاجه لحساب روبي. جون بيقول له انا عارف ان انت زعلان من روبي عشان اخد منك القياده بس هو كسب بشكل عادل وده مش ذنبي. ساعتها دياز بيسيبه وبيروح يقعد قدام. في الوقت ده تشوزن بيروح للطلبه علشان يرجعهم، بيكون عايز يخش ليهم لكن الامن ده بيرفض. بعد كده بنشوف توري اللي بتكون عايزه تشرب حاجه ساقعه، بتيجي عليها البنت دي وبتقول لها الحساب عليا ما تدفعيش، وبتقول له توري انصحك ان انت تتصوري هنا كتير علشان الصور دي تكون ذكرى معاكي. ساعتها توري بكل ثقه بتقول لها هتصور بس لما اكسب البطوله واقع لك كل اسنانك كمان. اما في نفس الوقت روبي بيحاول يراقب توري من بعيد ولكن كوان بيشوفه وبيحاول يضايقه اكتر واكتر. اما في نفس الوقت بنشوف اماندا واللي بتكون مع ابنها، وابنها بيوري لها فيديو كيني، تقول له انا مش متخيله ان ابني عنده درجه التنمر دي، بتكسف على نفسه. يقول لها انت مفكره ان انا اللي عملت كده؟ بتقول له هتيجي معايا دلوقتي وهتعتذر له. بعد كده بتشوف داين واللي بتسال الشباب دول على طلابها، لكن العيال دول بيكونوا شاربين، بيقولوا لها هقول لك على مكانها عسل بس يا بنت الجرب اللي انت فيه ده. ساعتها بتتعصب وبتضرب واحد والتاني بيكون عايز يجري لكن تشوزن بيوصل وبيمسكه من قفاه. تشوزن بيتكلم معاها وبيقول لها خطفتوا المعلم دانيال ودلوقتي عايزين تاذوا الطلاب كمان، انتوا مدرسه عار على الكاراتيه. تقول له مش تخرف يا عم انت مش عارف اللي بيحصل في البطوله، انت على طول شارب ومش عارف اي حاجه. يقول لها انا عارف كل حاجه، وواحد شعره طويل كمان هو اللي خطف دانيال وكمان حبسه في قفص. بتقول له اللي حصل ده مش من كوبرا كاي وانا مش عارفه انت بتتكلم على ايه اصلا. بيقول لها انت عامله زي خيال المآتة وتلاقي كريس هو اللي عمل كده من وراكي. بعد كده بنشوف سام اللي كانت ماشيه على البحر وفجاه بتشوف طالب مدرسه ايرين بيتمرن. بتقول له انا اسفه ومش قصدي ازعجك، وبيتعرفوا على بعض، هو كمان بيكون اسمه اكسل. بتقول له هو مش الوقت اتاخر على التدريب؟ بيقول لها التدريب في اي وقت. فجاه بتشوف ظهره متشلفط وبتقول له انا شفت معلمك بيضربك كتير. بيقول لها معلمه عايزني اكون افضل واحد وانا لحد دلوقتي ما خسرتش بسببه. وفي الوقت ده انتوني بيروح لكيني وكيني بيقول له عايز ايه؟ بيقول له انا جاي هنا علشان اعتذر لك وعلى فكره اللي حصل لك ده مش كان بسببي، وامي بتلومني ومفكره ان انا عملت كده، لكن بدون سابق انذار كيني بيضربه. وفورا اماندا بتروح تحوش بينهم وبتقول لهم انا مش عارفه انتوا بتكرهوا بعض ليه. كيني بيقول لها تعبت كتير علشان اخش المدرسه دي ولكن بعدها اتذلت بسبب ابنك، ولكن انطوني بيقول له مش انا اللي عملت كده. بعد كده بنشوف جون واللي بيروح يتكلم مع دياز مره ثانيه وبيقول له انا اسف لاني مش وقفت جنبك في البطوله وانا شفتك عامل اداء جامد فقلت ادعم روبي لان روبي مستواه متراجع وكمان روبي امله الوحيد علشان هو مش بيملك اي حاجه، بس انا حاسس بيك دلوقتي، انا حاسس ان انا بخسر في كل حاجه ومش عارف امك هتكون بخير ولا لا. علي مش عارف يفكر في ايه ولا في ايه، بيكون الراجل ده عايز يعمل معاه مشكله وبيكون عايز يضربه لكن دياز على اخر لحظه بيضرب الراجل ضربه وبيجيبه على الارض. ومن جهه ثانيه سام بتتكلم مع اكسل وبتقول له رايك في برشلونه؟ بيقول لها لا برشلونه جميله ورايقه. وهم ماشيين فجاه كوان بيجي عليهم وبيفضل يرخب على سام وبيكون اكسل عايز يضرب كوان لكن الشرطه بتيجي وبيطلعوا يجروا هم الكل. في الوقت ده اماندا برضو عماله تحاول مع كيني، كيني بيقول لها عارف ان انت عايزه تصلحي الامور بس انا مش عارف انسى اللي حصل لي. بتقول له بس انت قوي يا كيني، حاول تتغلب على كل حاجه وترجع المدرسه. ساعتها انطوني بيجي وبيقول لها سيبيني اتكلم معاه. بيتكلم معاه وبيقول له انا اسف على اللي حصل بس عايز اقول لك للمره الثالثه مش انا اللي عملت كده وعلشان اراضيك يا عم هعمل فيا نفس اللي حصل فيه. في الوقت ده ليه بيترن على كيني وبتقول له انا سمعت ان انت جاي البطوله، هقول لك على حاجه ويا ريت ما تزعلش مني، اللي حصل لك ده انا اللي عملت كده وانا اسفه بجد ولما عملت كده انا ما كنتش في وعي. ساعتها بيقول لها هنتكلم في وقت تاني وبيروح عشان يتكلم مع انطوني لكن انطوني بيكون خلاص جاهز علشان يعملها على نفسه. بعد كده بنشوف جوني ودياز واللي بيكونوا خلاص وصلوا المستشفى وبيروحوا علشان يطمنوا على الوليه. الوليه بتطلع حلوه
وبتقول لهم انتوا ليه جيتوا؟ لازم ترجعوا للبطوله علشان الفرحه تكمل وتكسبوا البطوله. وفي الوقت ده بنشوف تشوزن واللي فجاه بيشوف الراجل اللي دانيال وصفه له وهو بشعر ومرسوم على ايده شعار كوبرا كاي. فورا بيروح لدانيال وكمان دانيال بيكلم كريس وبيقول له انت اللي بعت الراجل ده علشان يخطفني؟ بيقول له اكيد انت شارب حاجه يا عم. بيقول له طب فين الراجل ده واساله عليا. يروحوا علشان يشوفوا شكل الراجل ودانيال بيقول لهم ايوه هو ده اللي خطفني. يروح له وبيلاقي مدرب مدرسه ايرين هناك ودانيال بيقول له هو انت يا ولف اللي خليت الراجل ده يخطفني؟ لكن فجاه حد تاني بيرد عليه. ساعتها دانيال بيتفاجئ وكمان كريس بيتفاجئ. كل الموجودين بيتفاجئوا لان اللي رد عليه ده يكون هو سيلفر. بعد كده بنرجع للزمن 3 شهور. بنشوف سيلفر قاعد وبيشاهد مباراه ملاكمه والمحامي بتاعه بيروح له وبيقول له انا قدرت اطلعك براءه من القضيه اللي كانت عليك، يا ريت بقى ما تورطش نفسك في قواضي تاني علشان المره الجايه مش هتكون سهله. واللي بيكون بيلعب المباراه هو ولف، بيكون عديم الرحمه ومش بيرحم خصمه، وبعد ما بيكسبوا بيدوا له ركله قويه في قلبه وبيخلص عليه. بعد كده بيروح للسيلفر وبيقول له طلبت تشوفني عايز ايه؟ سيلفر بيقول له انت مورط نفسك جامد، ده غير كده كمان ان ظروفك الماديه مش تمام وانا حاولت اساعدك. ولف بيقول له طب انت عايز مني ايه؟ بيقول له انا وقفت جنبك وهفضل جنبك وكل اللي عايزه بما ان فريقك كسب اخر مره فهو ليه فرصه انه يشارك في بطوله سايكاي. عايز اكون شريك معاك في الفريق ده لان في ناس كانوا عايزين يدمروا حياتي موجودين في البطوله دي. بنرجع تاني وبنشوف دانيال بيقول له انت السبب في خطفي. بيقول له بسبب تفكيرك بمعلمك كتير سهل عليا طريقه خطفك. وبيقول لهم انا واحد بحترم الوقت وورايا مشوار. بيقول لك كريس باين عليك التوتر ليه؟ والكل بيمشي وساعتها تشوزن بيكلم دانيال وبيقول له هنعمل ايه؟ بيقول له مش ينفع نداري الحاجه دي على الطلاب ولازم نغلب كريس وسيلفر كمان. بعد كده بنشوف جون ودياز واللي فجاه بيخشوا عليهم وبيقول لهم رجعنا ولكن ناويين على الفوز، مين فيكم مستعد للفوز؟ محدش بيرد عليه. فساعتها بيستغربوا بيقولوا لهم في ايه؟ بنشوف دانيال وتشوزن بيكلموا جون فجون بيقول لهم في حاجه غريبه، يعني كريس مش اتحبس وقلنا ماشي وكمان سيلفر مش اتحبس، ده ايه الحظ ده؟ وكمان منضم لاقوى فريق في العالم. اسمعوا بقى مش هيفرق معانا اي حد، كسبناهم قبل كده واحنا قادرين نكسبهم تاني، احنا رجعنا وفي نيتنا الفوز، لازم نكمل اللي بدأناه. بعد كده بنشوف ليه واللي بتروح تكلم كيني وبتقول له انا مش عارفه هتسامحني ازاي بس انا اسفه وندمان على كل حاجه. من بعيد ديمي بيكلم صحابه بيقول لهم دياز رجع، امال كيني هيلعب مكان مين؟ هوكو بيقول له هيلعب مكان ليه. بعد كده بننتقل للحلبه وبنشوف المذيع ده بيقول مرحبا بيكم في اخر مسابقه جماعيه والقواعد هي كل فريق هيواجه 3 اقسام ودول هيتحددوا بطريقه عشوائيه. ومن بعد كده بتبدا المباراه. مدرسه كوبرا كاي بتعمل عرض جبار وبتفوز بالجوله الاولى، وكمان مدرسه ايرين بتكون مدرسه دمار وبيقدروا انهم كمان يكسبوا. ودلوقتي جه الدور على مياغي. بيبداوا بديمي وفي البدايه بيكون مسيطر. هوك بيفضل يقول له سلم لي لكن الواد التاني بيستغل الفرصه دي وبياخد نقطه من ديمي. ساعتها ديمي بتسلم لسام والبت بتقوم بالواجب. البت عامله شغل جمدان احسن من علي وحمدان. بتسلم لهوك وهوك بيسيطر هو كمان. كيني بيقول له سلم لي لكن ديمي بيشاور له من بعيد وبيقول له لا ارفض يسلم له. وفجاه بيسلم على روبي. روبي بيكون مصدوم من الحركه دي فالواد التاني بيستغل الفرصه وبيقدر انه يخطف نقطه منه وبياخد نقطه تانية على حساب روبي كمان. وبكده مدرسه مياغي خسرت الجوله دي. بيروح يتكلموا مع هوك ودياز بيقول له انت ليه مش دخلت كيني؟ بيقول له مش ينفع نثق فيه. كيني بيقول لهم مش تثقوا فيا ليه؟ علشان مش هتهزم زيكم. ديمي بيقول له بقالك مده مختفي ودلوقتي جاي ترجع مع عوده سيلفر، كده في حاجه غلط وانت شكلك هتخون الفريق مره تانية. بيقول له انت بتتكلم جد هنا علشان اساعد الفريق ومش عايز تديني فرصه. روبي بيقول لهم انا السبب في الخساره، ليه بتتكلموا معايا؟ اتكلموا معايا انا. وساعتها روبي بيزعل وبيمشي من المكان. ساعتها دياز بيروح وراه وبيقول له مش تزعل من الكلام اللي قلته لك قبل ما تسافر ولكن كل ده كان ساعه غضب وانت القائد ولازم نتبع كل تعليماتك وانت الصراحه قد المسؤوليه ومش بضحك عليك، لا انت قوي بجد يا روبي. في الوقت ده بنشوف كريس واللي بيروح لشنطته وبيلاقي الخنجر بتاعه مسروق. فورا بيروح للسيرفر وبيقول له انت حرامي وبيضربه لطمه قويه. بيقول له فين حاجتي؟ ساعتها السيرفر بيقول له انا مش عارف انت بتتكلم على ايه. مؤسس البطوله بيقول لهم ما يصحش كده، هتخلونا نطلعكم انتوا الاثنين. لكن داين بتوصل وبتعتذر منه. وفي الوقت ده بتكون كوبرا كاي عليها الدور في القتال. كريس بيقول للطالب ده دخل توري، بيدخلها والبت بتعمل جمدان ولكن الفريق الثاني بياخد نقطه منها. بتشوف روبي فتركيزها بيروح والمنافسه بتقدر تاخد منها النقطه الثانيه. وبكده مدرسه كوبرا كاي هتنزل لدور الاقصاء، ولو كوبرا كاي خسرت في دور الاقصاء مره ثانيه هتطلع من البطوله نهائي. في الوقت ده بنشوف سيلفر واللي بيروح يتكلم مع كينو بيقول له فرحان اني شفتك. ساعتها كيني بيقول له انت عايز ايه؟ بيقول له عايزك تيجي في المكان المناسب اللي انت تستحقه. ساعتها كيني بيقول له انا بقاتل لاجل مدرسه مياغي. سيلفر بيقول له عملت لك ايه مدرسه مياغي؟ وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده دانيال بيحمسهم وبيقول لهم لازم تكسبوا المباراه دي علشان نتاهل للدوري. انا عارف ان الامر مش سهل ولكن احنا مياغي. بيتحمسوا وفورا بيروحوا. وفي الوقت ده دياز بيروح يقاتل وفورا بيسلم على روبي. روبي بيقدر انه ياخد نقطه وبعدين بيسلم على كيني. كيني بيفتكر كلام سيلفر ومن بعدها بيهاجم بكل عنف وبيقدر ياخد النقطه وكمان بيجيب الثانيه وبيحسم الفوز لمدرسه مياغي. بعد كده بنشوفهم مره ثانيه واللي بيقولوا لبعض احنا هنلعب كوبرا كاي، احنا لعبناها قبل كده وكسبناها ولو خسرنا مش هنشوف بعض تاني. المهم بيتحمسوا وبيكون باين عليهم الاصرار الشديد. بيفضلوا يتكلموا يقولوا احنا مياغي احنا مياغي احنا نقدر على اي حال. يجي دور القتال واول جوله بتكون بين توري وروبي ولكن روبي بيسلم على سام وسام بتدخل تتعامل. بنشوف كوان بيفضل يتريق على روبي وفي الوقت ده توري بتسلم هي كمان وبنشوفها بتتكلم مع روبي بتقول له انت خاين. بيقول لها انت اللي خاينه، بقيتي بتحب كوان وسبتيني. بتقول له يا غبي هو بيعمل كده علشان يضحك عليه.
ساعتها بيغضب قوي من جهه كوان. اما هوكو وديمي بيكونوا عاملين عرض نار بيدوخوا الواد ده، وفي الاخر بيقدروا انهم ياخدوا نقطه منه. اما دياز بينزل قدام كوان، ولكن كوان بيقدر انه ياخد نقطه كده، التعادل بين كوبرا كاي ومياغي. ساعتها دياز بيسلم على روبي، وهنا بقى بيجي القتال العنيف. روبي بينزل طحن في الوادي وبيطلع عينه، وبضربه قويه بيجيبه على الارض وبيكسب فريق مياغي، وبكده تاهلوا لنص النهائي. وفي الوقت ده بيكونوا فرحانين جدا. ساعتها سام بتقول لتوري اتمنى كنا نحتفل مع بعض. وفي الوقت ده جون بيكلم كريس وبيقول له دورك انتهى يا حزين، لكن كريس بيقول له انا لسه ما خلصتش. في نفس الوقت سيلفر بيدي الرساله دي دانيال بيفتحها وبيعرف ان معلمه مياغي قتل خصمه في اخر بطوله ليه. وفي نفس الوقت بنشوف كريس وبيرجع لشنطته وبيلاقي الخنجر بتاعه مره تانية وبيقول انا لسه ما خلصتش. في الوقت ده بنشوف المذيع واللي بيقول اخيرا المباراه النهائيه لبطوله سايكاي. بنشوف المعلم مياغي على الحلبه ودانيال ضده. دانيال بيقول له المعلم مياغي ايه اللي بيحصل؟ المعلم بيهجم عليه ودانيال بيقول له انت خفيت عليا حاجات كتير وعايز افهم ايه السبب. بيقول له مشكلتك ان انت ملهوف علشان تفهم كل حاجه، بس انت مش مستعد علشان تقابل. وبيكون خلاص هيضربه، ولكن على اخر لحظه دانيال بيتفزع من النوم. بعد كده بنشوف دانيال واللي بيروح للمسؤول، والمسؤول بيقول له النتائج دي حقيقيه صحيح، حصل فيها وفيات كتير لكن زماننا كان مختلف. وبيقول له اعذرني هضطر اروح علشان في حاجات مهمه كتير. ساعتها دانيال بيكون تايه خالص. بعد كده بنشوف دياز وبيتكلم مع سام، واكسل عمال يبص له نظرات غريبه من بعيد. دياز بيقول لسام هو في ايه الواد ده عمال يبص لي كده ليه؟ بتقول له بعد ما انت سافرت كنت بتمشي على البحر شفته واتعرفت عليه وهو فكر غلط، بس انا قلت له انا مرتبطه. بيقول لها ما من الواضح انه بعد. في الوقت ده روبي بيروح لتوري بيقول لها انت بخير؟ بتقول له انا مش بخير خالص. وبيقول لها انا بعتذر لك والمفروض ان كنت هخلي افعال كوان تاثر عليا. بتقول له مش عايزه اتكلم دلوقتي. كوان بيروح يرخم عليه تاني وبيقول له اللي حصل امبارح مش هيتكرر تاني. لكن روبي بيمشي وبيكون كوان غضبان وعايز يضرب توري، لكن داين بتوصل وبتوقفه. في الوقت ده بنشوف كريس واللي بيسن الخنجر ده وبيفتكر ايام زمان اللي سيلفر عمله فيه. يفضل يراقب سيلفر من بعيد وبيكون رايح عليه، لكن بيسمع واحد بيقول على كل المتسابقين تجمع سواء اتاقصوا او لسه. وساعتها بيرجع في كلامه. في الوقت ده مؤسس البطوله بيقول لهم كلهم من الواضح كده واتضحنا ان في مدرسه كسبت بالغش وهي مدرسه هونجا سونج، كده هي مستبعده من النهائيات، كده اللي هياخد مكانها تاني اعلى نقاط وهم كوبرا كاي. ودلوقتي هنعلن عن قرعه النهائيات. من البنات زارا هتقابل ماريا، والمباراه الثانيه توري هتقابل سام. تعرفهم مين ضد مين، وكمان روبا هيكون ضد اكسل. وبيخلص كلام. ساعتها الثلاث معلمين بيتجمعوا من جديد وبيقولوا مش عارفين الحظ ده، حظنا احنا اللي نحس بقى. في الوقت ده بنشوف كوبرا كاي وكريس بيقول لهم الفرص دي مش هتتعوض، وبيفضل يتدرب فيهم. وفي الوقت ده دانيال وجون بيفضلوا يدربوا في سام وروبي تدريبات من نار. بعد كده بنشوف المذيع واللي بيقول دلوقتي جه الوقت المنتظر وهو نص نهائي بطوله سايكاي. اول مباراه بتكون بين كوان والواد ده، واول مباراه بيقدر كوان انه يكسب الواد ده بكل سهوله، اما المباراه الثانيه بتقدر زارا انها تكسب المباراه بكل سهوله. ودلوقتي جه دور روبي واكسل يروحوا بيبدا القتال، بس الاثنين مش سهلين. الواد اكسل بيكون جامد وبيفضل يتصدى ليه. ساعتها معلمه بيقول له اهجم. الواد بيهجم وبيدي ضربه قويه لروبي، والواد بيكون تقيل قوي بيرميه على كوان. وساعتها كوان بيضربه ضربه في جنبه، ودياز بيروح علشان يشوف ده لان ده ظلم. ساعتها اكسل بيمسكه وبيرميه على الارض. وفي الوقت ده مؤسس البطوله بيقول لهم اطلعوا كلكم بره الحلبه. لسه بيكمل كلامه وفجاه في واحد بيضربه وبيخليه يفقد الوعي، وده بيكون معلم المدرسه اللي كسبت بالغش. كل المدارس بيهجموا على بعض، وكوان بيفضل يضرب في روبي واكسل بيفضل يضرب في دياز، وكله داخل في بعضه. كوان واصحابه بيتكاتروا على روبي، وبتكون تيري رايحه عشان تحوش، انما زارا بتيجي تهجم عليها. كمان بيكون وولف بيهجم على جوني، ودانيال بيهجم على اللي خطفه. والله انا ما فاهم اي حاجه. وفي الوقت ده جون بياخد ضربه في دماغه، وساعتها كريس بيستغل الفرصه وبيروح ورا سيلفر، وبيكون وولف مش سهل وبيكون هيدي القضيه لجون، لكن على اخر لحظه دانيال بيلحقه. جون بيسيبه وبيروح ورا كريس بيروح للسيرفر وبيكون عايز يطلع الخنجر، لكن بيكون الخنجر وقع منه وبيهجموا على بعض. وروبي بيروح علشان يلحق توري، والاثنين بيسيطروا، والسيرفر بيسيطر على كريس. كوان بيفضل يضرب في روبي وبتروح سام علشان تلحقه، لكن كوان بيضربها واكسل بيشوفه من بعيد بيروح وبيفضل يضرب فيه بيعلم عليه. كوان بيشوف الخنجر ده، اما في نفس الوقت السيرفر بيكون هيضرب كريس، لكن جون بيوصل وبيضربه وبيوقعه وبيعلم عليه. في الوقت ده كوان بيكون عايز يخلص على اكسل، لكن بيتصدى ليه والخنجر بيخش في قلبه وبيروح فيها. الكل بيتصدم ودانيال بيروح علشان يشوفه، لكن بيلاقيه ودع. وهنا مؤسس البطوله بيقول لهم وقفوا. وده كان ملخص الجزء الثاني من الموسم السادس. يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك لاني تعبت في الفيديو ده كتير، واتمنى انكم تشرفوني باللايك والاشتراك وتشوفوا الافلام اللي انا ملخصها على القناه. يلا سلام.